بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب التالتة اعدادي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية بإذن الله. ان شاء الله معانا النهاردة حل واجب كتاب المعاصر على الدرس الاول، حاصل الضرب الديكارتي. هنحل واجب المعاصر كامل ان شاء الله بإذن الله مع بعض على القناة بتاعتنا. الواجب بتاعنا النهاردة بيتمثل في مجموعة افكار واسئلة فيها مستويات عليا وفيها اسئلة بسيطة وفيها متوسطة. لازم تتدرب على كل انواع لان انت شهادة، وطب معنى كلمة شهادة يبقى انت طالب محتاج انك تخش تقفل امتحان عشان رصيدك يرتفع بالدرجات. طيب عشان ما اطولش عليك نبدأ على طول بإذن الله. اول حاجة معايا اول سؤال، مسائل على تساوي زوجين مرتبين. هفكرك سريعا كده في فكرة الحل. لو معايا زوج اسمه س وصاد بيساوي زوج تاني اسمه 2 و3، استنتج ايه لما يكون زوج بيساوي زوج؟ قال لي بتاخد المسقط الاول مع الاول، يعني س بتساوي 2 والمسقط التاني مع التاني، يبقى ص بتساوي 3. طب هنا بيقول لي اوجد في كل ما ياتي قيم أ وب. اذا كان ادي زوج بيساوي زوج هتعمل ايه؟ هتاخد المسقط الاول اللي هو أ بيساوي المسقط الاول اللي هو -5، المسقط الثاني اللي هو ب مع المسقط الثاني اللي هي 9، يبقى الب بتساوي 9. شوف السؤال الثاني، أ وب بيساوي جذر 25 جذر تكعيبي ل 27. هتاخد المسقط الاول مع الاول، يبقى هقول له أ بتساوي جذر 25 والب بتساوي الجذر التكعيبي ل 27. تعال نفك دي، يبقى أ بتساوي جذر 25 5. طب هنا الب بتساوي، اجيب الجذر التكعيبي لل 27. الجذر التكعيبي لل 27 هو عبارة عن 3. بنعملها ازاي دي؟ بنعمل شيفت جذر على الآلة، 27 اداني 3. طيب السؤال الثالث بيقول لي أ ناقص 2 وب زائد 1 بتساوي 2 وسالب 3. بص انا عايزك لما تيجي تحل تساوي زوجين مرتبين اقسم لي الصفحة نصين، خد لي المسقط الاول. طب المسقط الاول هنا مين؟ قال لي أ ناقص 2 بتساوي 2، يبقى المسقط الاول مع المسقط الاول والمسقط الثاني مع المسقط الثاني، يبقى ب زائد 1 مع السالب 3. لقيت حضرتك دلوقتي معادلة بتتحل ازاي؟ قال لي هتطلع السالب 2 بعكس الإشارة، هي سالبة تخرج موجبة، يبقى أ بتساوي 2 زائد 2، يبقى الألف بتاعتي بتساوي كام؟ 4. هنا هتطلع الواحد بعكس الإشارة، يبقى الب بتساوي سالب 3 ناقص 1، يبقى الب بتساوي سالب 3 ناقص 1 يديني سالب 4. يبقى قيمة الألف 4 وقيمة الباء سالب 4. تمام؟ أشوف السؤال رقم 4. زوج بيساوي زوج، المفروض بتاخد المسقط الأول مع الأول. هنقسم صفحتنا نصين. المسقط الأول هنا 6 والمسقط الأول 2 ناقص أ، يفضل تبدأ بالرمز الأول، يبقى 2 ناقص أ بتساوي 6. وهنا المسقط الثاني ب ناقص 3 مع المسقط الثاني سالب 1. وبعدين هبدأ بقى أكمل حل. هطلع الاثنين بعكس الإشارة. طب الاثنين دي إشارتها إيه؟ موجبة، لما تخرج بره تخرج سالبة. طب لما أخرج الاثنين اتبقى مين هنا؟ اتبقى معاك سالب أ، يبقى سالب أ بيساوي 6 والاثنين موجب راحت سالب. وبعدين هقول له سالب أ بيساوي 6 ناقص 2 4. طب انا عايز الالف وادي السالب الناحية التانية، يبقى الالف بتساوي سالب 4 او بنقول ضربنا في سالب 1. يبقى حضرتك سالب أ بيساوي 4، اتخلص من السالب ازاي؟ وادي الناحية التانية، يبقى أ بتساوي سالب 4. المعادلة هنا اطلع السالب 3 بعكس الاشارة، يبقى الب بتساوي سالب 1 زائد 3، يبقى الب بتساوي سالب 1 زائد 3 يديني 2، يبقى الألف ب2 الآسف الب ب2 والألف بسالب 4. دي كده المجموعة الأولى. طيب هشوف السؤال رقم 5. برضو احنا الفكرة كلها تساوي زوجين مرتبين. أعمل إيه؟ خد لي المسقط الأول هنا اللي هو مين؟ اللي هو أ ناقص 7 مع مين هنا؟ مع سالب 2. هنقسم الصفحة نصين. المسقط الثاني هنا مين؟ 26
المسقط الثاني هنا ب تكعيب ناقص 1، يفضل تبدأ بالرمز الأول، يبقى ب تكعيب ناقص 1 بتساوي 26. طب دي معادلة، هتاخد السبعة دي بعكس الإشارة الناحية الثانية، مش هي سالب 7 تخرج موجب 7، يبقى أ بتساوي سالب 2 زائد 7، يبقى أ بتساوي فك لي دي تديني 5. تعالى الناحية الثانية، هخرج الواحد ده بعكس الإشارة، يبقى هقول له ب تكعيب بتساوي 26 زائد 1، ما هو ده سالب لما يخرج موجب، يبقى ب تكعيب 26 زائد 1 27. هناخد الجذر التكعيبي للطرفين، هاخد الجذر التكعيبي للطرفين معذرة، هاخد الجذر التكعيبي للطرفين. الجذر التكعيبي بيشيل الأس تقوم طالع ب، والجذر التكعيبي لل 27 هيديني 3، يبقى وصلت ان الألف ب5 والب بكام؟ ب3. اشوف السؤال رقم 6، خد بالك من السؤال رقم 6 عشان في فكرة شوية. هنا المسقط الأول أ، تمام، المسقط الأول 2 ناقص أ. طيب المسقط الثاني هنا ب، والمسقط الثاني هنا 2 ب ناقص 3. طب ايه اعمل ايه هنا؟ عايزك تعود نفسك على النوع ده وتتدرب عليه كتير. هنا أ وهنا أ، ما تودي الألف مع بعض، يبقى السالب أ يروح الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى أ زائد أ، وأدي الاتنين. طب أ وأ يبقوا 2 أ بتساوي 2، ما هو أ زائد أ يعني 2 أ. هنقسم على الاتنين يمين وشمال، دي تروح مع دي تقوم طالع بالألف، 2 على 2 فالواحد. اللي عملناه هنا هنعمله هنا. هنا ب وهنا 2 ب، ودي الب للب، هنا الب هتنزل زي ما هي، دي موجب 2 تروح سالب 2، وتبقى معايا الناحية التانية سالب 3، خدها بإشارتها. طيب ب ناقص 2 ب، مش هنا في واحد بس مش مكتوب؟ 1 ناقص 2 يديني سالب 1، يعني سالب ب بتساوي سالب 3. تاني هنا في واحد مش مكتوب، احنا دايما الواحد اللي قدام الرموز خد بالك وخدي بالك، الواحد اللي قدام الرمز ما بيتكتبش، بس انا عارف ان هنا في كام؟ هنا في 1 ناقص 2 يديني سالب 1 يعني سالب ب، والناحيه الثانيه سالب 3، وبعدين السالب يروح مع السالب تطلع الب بكام؟ قال لي تطلع الب ب3، يبقى هنا الب ب3 وهنا الالف بكام؟ ب1. شوف السؤال رقم 7، خد بالك من السؤال ده عشان السؤال ده مهم جدا. طب المسقط الاول هنا أ أس 5، المسقط الاول هنا 32، المسقط الثاني ب تربيع ناقص 1، المسقط الثاني الجذر التكعيبي ل 27. جميل، اجي بقى عند المعادله دي الاقي الطالب يبتدي يضرب لخمه. ليه؟ مستر دي اس 5. بص، اي اس يجي لك دايما تتعامل معاه بالجذر، يعني دي اس كام؟ 5، هناخد الجذر الخامس للطرفين. ايه ده يا مستر احنا عندنا جذر خامس؟ هطلع آلتي وطلع آلتك معايا عشان تفهم. الجذر التكعيبي بنعمله ازاي؟ بنعمل شيفت، يلا اشتغل معايا، اشتغلي معايا، يلا شيفت جذر. لو خدت بالك ظهر بره في الدليل كام؟ 3. طيب انا عايز اس كام؟ 5. ركز، هتيجي بجنب السهم كده وتشيل ال3، وبعدين تقوم كاتب 5 اللي هي الاس بتاعي، وهرجع تاني اخش جوه اكتب 32 يساوي، بص طلع بكام؟ يبقى في الحاله ديت الالف بتساوي 2. خد بالك من المساله دي عشان مهمه قوي. تعالى هنا بقى، ب تربيع ناقص 1 بيساوي الجذر التكعيبي لل 27، ب تربيع ناقص 1 هتنزل زي ما هي، والجذر التكعيبي لل 27 يديني 3، جذر التكعيبي لل 27 يديني 3، وبعدين هطلع الواحد بره بعكس الاشاره، يبقى ب تربيع بتساوي 3 زائد 1، يبقى ب تربيع 3 زائد 1 4. اخد الجذر التربيعي للطرفين عشان ديت اس 2، الجذر قلنا بيشيل الاس
تقوم طالعه ب. ما تنساش تحط لي موجب او سالب عشان خدنا جذر تربيعي وجذر 4 2. يبقى تاني قبل ما امشي من الحته دي، قابلت س اس 5 أ اس 5 س اس 6 س اس 7 س اس 10، باخد الجذر حسب الدليل اللي موجود. يعني دي أ اس 5 خدت الجذر الخامس. عملتها ازاي على الآلة؟ عملنا شيفت جذر زي ما وريت حضرتك كده، شيفت جذر وبعدين شلت التلاتة وحطيت مكانها 5. اشوف السؤال اللي بعديه، اطلع فوق شويه عشان تبقى واضحه معاكم. السؤال رقم 8 بيقول في رقم 8 ده زوج بيساوي زوج، احل ازاي؟ قال لي باخد المسقط الاول اللي هو أ يا مستر بيساوي المسقط الثاني اللي هو ب تربيع. جميل. طيب المسقط الثاني 7 المسقط الثاني ب، اتفقنا نبدا بالرمز الاول، يبقى الب بتساوي كام؟ 7. حلو قوي. لما نيجي نبص هنا، دي معادله فيها مجهولين ما ينفعش تتحل. اعمل ايه يا مستر؟ دايما لما يجي لك معادله فيها مجهولين غشش نفسك، ذكر نفسك ان الرمز الثاني موجود الناحيه الثانيه معلوم. بص كده، ب بتساوي 7. جميل. طب ما تشيل لي الب دي وتحط السبعه بتاعتها، يبقى أ بتساوي 7 أس 2. يبقى أ بتساوي 7 أس 2، يعني 7 في 7 ب 49. الناس بقى اللي بتقول لي 7 أس 2 يعني 2 في 7، كده انت بقى مش فاهم اي حاجه. 7 أس 2 معناها 7 في 7. هشوف السؤال رقم 9. زوج بيساوي زوج، هتاخد المسقط الاول 2 أ مع المسقط الاول 2 ب زائد 1. المسقط الثاني 7 المسقط الثاني أ، ابدا بالرمز يبقى أ بتساوي 7. تعال نحل دي، ها تعرف تحلها؟ لا يا مستر. ليه؟ عشان في رمزين. جميل. لسه قايل لك دلوقتي يا استاذ لو لقيت معادله فيها رمزين فيها مجهولين يبقى دايما اذكر نفسي ان الرمز الثاني معلوم الناحيه الثانيه. ابص كده معايا، أ بتساوي 7. طب ما الالف اهي، هتشيل الالف وتحط كام؟ 7. طب ما في قبلها 2، يبقى 2 في 7 بتساوي 2 ب زائد 1. طيب 2 في 7 بكام؟ قال لي ب 14. وانزل دي زي ما هي، وبعدين قال لي هتطلع الواحد ده شايفه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 14 دي موجبه راحت سالبه وادي الاثنين ب. طب 14 ناقص 1 يبقوا 13 وادي 2 ب. وبعدين كمل، قال لي هقسم يمين وشمال على المعامل، ب قدامها كام؟ قال لي ب قدامها 2، هتقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، 2 تروح مع 2 يبقى الب بتساوي 13 على الاثنين. ينفع تطلع كده، ينفع تطلع اي حاجه عشان خاطر احنا بنحل في مجموعه الاعداد الحقيقيه. السؤال رقم 10 زوج بيساوي زوج، هاخد المسقط الاول مع الاول. طب الاول هنا كام؟ 3، ما ينفعش تبدا بالثلاثه. هو ينفع بس احنا مش هنشتغل كده، احنا دايما هنشتغل بالرمز ناحيه اليمين عشان احنا متعودين على كده. ب بتساوي 4 أ. طيب تعرف تحل دي؟ ها معادله عاديه بقى، اخرج الواحد ده بعكس الاشاره، مش ده سالب 1 يخرج موجب 1، يبقى 5 أ بتساوي 3 زائد 1، يبقى 5 أ 3 زائد 1 4. طيب هي الألف قدامها كام؟ 5. هقسم هنا على 5 واقسم هنا على 5، وبعدين ال5 تروح مع ال5 تطلع أ 4 على 5. جبنا قيمة الألف. تعال هنا نحل. تعرف تحل دي؟ لا. ليه؟ عشان في رمزين. أعمل إيه؟ أذكر نفسي إن الرمز التاني موجود الناحية التانية. بص لسه جايبين أهي. أ بكام؟ ب4 على 5. يعني هشيل الألف دي وأحط مكانها 4 على 5. يبقى الب هتنزل يساوي 4 في الألف بكام؟ ب4 على 5. يبقى الب بتساوي 4 في 4 على 5 بالآلة يديك 16 على 5. طبعا الأسئلة كل مدى تحس إن هي بتصعب، هي مش بتصعب، هو بيديك كل الأفكار عشان أنت طالب شهادة
معنى كلمة طالب شهادة مفيش حاجة اسمها أركز على نوع معين. هنتعب شوية، هنرتاح وهنجيب مجموع وهنقفل المادة بتاعتنا بتتقفل؟ بتتقفل، وكل ترم بفضل ربنا بنطلع مجموعة كبيرة جدا من الطلبة بتاعتها مقفلين، واسأل زمايلك اللي قبليك. طيب المجموعة التانية اختر الإجابة الصحيحة. طيب اختر الإجابة الصحيحة بتتحل ازاي؟ بتتحل زي سؤال أجب عما يأتي، ولكن الفرق بينهم من هنا في اختيارات. طيب بيقول لك إذا كان زوج بيساوي زوج، عاوز قيمة الجذر ده. سيبك من الجذر. الزوج ده المسقط الأول بتاعه يتاخد مع المسقط الأول، يبقى س ناقص 1 مع 8. المسقط الثاني 11، لا ابدأ بالرمز، ص زائد 3 مع ال 11. وبعدين حل معادلة، هطلع الواحد بره. طب مش ده سالب 1 يخرج ايه؟ موجب. يبقى س بتساوي 8 زائد 1. يبقى س بتساوي 8 زائد 1 9. طب هنا مش ده سالب 3 موجب 3 تخرج سالب 3. يبقى ص بتساوي 11 ناقص 3. يبقى ص بتساوي 11 ناقص 3 8. مستر انا جبت قيمة س وصاد واقف ليه؟ عشان المطلوب انت مش متعود عليه. لا يا حبيبي، بيقول لك فإن جذر س زائد 2 صاد. اهو هو عايز جذر س زائد 2 صاد، صح؟ ماشي، ادي الجذر ماليش دعوه بيه. خش جوه الجذر. مين دي؟ س. بكام الس؟ ب9. هشيل الس واحط 9 زائد تنزل. الاتنين دي هتنزل بينهم ضرب، اشيل الصاد واحط كام؟ 8. فك دي على الآلة تديني 5. عندي 5. الإجابة رقم ألف. شوف السؤال رقم 2. تساوي زوجين مرتبين. زوج بيساوي زوج، هتاخد المسقط الأول مع الأول، يبقى س زائد 2 مع الاتنين. المسقط التاني ص مع المسقط التاني 3. هتطلع الاتنين دي بره، يبقى س بتساوي 2 ناقص 2. ما هي دي موجبة، لما تيجي تخرج سالبة. يبقى س بتساوي 2 ناقص 2 يديني 0. هنا دي جاهزة، ص ب3. طب وبعدين كمل، هو عايز منك ايه؟ بيقول لك فإن س أس 5 ص زائد 1. هو عاوز منك س أس 5 ص زائد 1. طب ما تيجي نعوض. مش انت لسه جايب السين بصفر؟ هشيل السين واحط 0. أس 5 بين السين والصاد في علامة ضرب، هشيل الصاد واحط 3 زائد 1 يساوي، مش عارف اكمل. قلت اهي. قلتك فين؟ قلتك فين؟ يلا معايا. افتح قوس 0. اقفل القوس. الأس اهو، زرار الأس اهو اللي هو اكس دي. أس كام؟ 5. وبعدين انزل بالسهم تحت في 3 زائد 1 يساوي، طلع معايا الناتج كام؟ طلع معايا الناتج 1. هنزل آلتي تحت، يبقى الناتج 1. عندك 1؟ الإجابة رقم د، جت في محافظة الشرقية 2020. طيب شوف السؤال رقم 3، والسؤال ده خد بالك منه عشان مهم وصعب. صعب ليه؟ عشان كله تراكمي على منهج تانية إعدادي. إذا كان الزوج ده بيساوي الزوج ده، المسقط الأول هنا 3 أس س بتساوي المسقط الأول هناك 1. المسقط الثاني جذر ص، المسقط الثاني 4. مشكلة، مش عارف أكمل. طب ليه؟ عشان طالع من تانية متكسر. كشكولك معلومة مهمة مش موجودة عندنا في كتابنا بتاع تالتة إعدادي. أي معادلة أسية. يعني إيه أسية مستر؟ يعني السين في الأس فوق اسمها معادلة أسية. أي معادلة أسية بتساوي 1 خد الأس وساويه بالصفر. الأس بتاعي هنا مين؟ س. قال لي يبقى س هتساوي 0. قاعدة مهمة جدا جدا جدا. أي معادلة أسية. يعني إيه أسية؟ يعني السين فوق يا حضرات. طالما السين فوق يبقى اسمها معادلة إيه؟ أسية. بتساوي كام هنا؟ 1. القاعدة على 1. طالما بتساوي 1 خد الأس وساويه بالصفر. طيب الناحية التانية جذر ص بتساوي 4.
يجي طالب يقول لي هاخد جذر 4، اقول له غلط، انا بقول لك جذر صاد، يعني جذر كام يدينا 4؟ قال لي يبقى جذر ال 16، يبقى صاد ب 16. ما هو فعلا لو جينا حطينا هنا 16، جذر 16 كام؟ 4. يبقى انا مش هاخد جذر ده، خد بالك عشان اتقابلك كتير والطلبه كلها بتقول لي خد جذر الاربعه، اقول له غلط، الجذر مع مين؟ مع الصاد. يبقى جذر كام يدينا 4؟ جذر ال 16. يبقى السين بصفر والصاد ب 16. هو عايز ايه؟ عاوز س زائد صاد. السين بصفر والصاد ب 16. صفر زائد 16 ب 16. عندك الاجابه رقم ج، جت في محافظه الغربيه 2018. خد بالك من السؤال ده. قبل ما امشي من المساله ديت عايز اقول حاجه في كشكولك. يلا لو جيت قلت لك جذر صاد بتساوي 5، جذر صاد بتساوي 2، جذر صاد بتساوي 3، تعرف تجاوب؟ تعرف تجاوبي؟ طب يلا. الصاد هنا بكام؟ يا مستر انت بتقول جذر كام ب5؟ يبقى 25. ما فعلا جذر 25 5. طب تعالى هنا، جذر صاد بتساوي 2 يبقى صاد بكام؟ جذر كام ب2؟ جذر 4. طيب هنا جذر كام ب3؟ قال لي يبقى 9. فهمت الحته دي؟ خد بالك منها عشان مهمه وممكن تعطلك في الامتحان لو جت. هشوف السؤال رقم 4. حلو قوي السؤال ده، يقول لي اذا كان س تكعيب وصاد تربيع بتساوي 1 و4. مفيش مشكله، يلا يا استاذ، زوج بيساوي زوج، يبقى س تكعيب بتساوي 1، صاد تربيع بتساوي 4. ماشي كمل. حضرتك مش دي س تكعيب؟ مش دي س تكعيب؟ عايز تتخلص من الاس؟ اتفقنا بناخد الجذر التكعيبي لو هي اس 3. طب الجذر بيشيل الاس، اطلع بس اللي انا محتاجها. جذر تكعيبي للواحد 1. هي دي فايده الاس، خد له الجذر الطياره. طب صاد تربيع بتساوي 4، اخد الجذر التربيعي. ليه؟ عشان دي اس 2. لما دي كانت اس 3 خدنا الجذر التكعيبي، دي اس 2 خدنا الجذر التربيعي. الجذر بيشيل الاس تطلع صاد. اسمعي واسمع، لازم نحط موجب او سالب. اشمعنى؟ عشان خدنا جذر تربيعي. جذر 4 2. يبقى هنا معايا س ب1 ومعايا صاد بموجب او سالب 2. نطلع كده نشوف السؤال بتاعنا. بص الحته اللي مكتوبه دي، بيقول لك س اكبر من الصاد. يعني عايز لما تيجي تحل السين تبقى اكبر من الصاد. طب انا اصلا عندي كام قيمه للصاد؟ خد بالك دي موجب او سالب، يعني معايا 2 ومعايا سالب 2. طب لما اقول لك س اكبر من الصاد تبقى الصاد مين في دول؟ ما هو السين ب1، اكيد الواحد مش اكبر من الاثنين. قال لي في الحاله دي هقول له ان صاد بتساوي كام؟ سالب 2، بناء على الشرط اللي مديهولك ان س اكبر من الصاد، فهاخد القيمه السالبه بتاعت الصاد. طب هو عايز مني ايه بقى؟ بيقول لك فان س صاد، يعني س في صاد. س بكام؟ ب1 في صاد بكام؟ صاد بسالب 2. 1 في سالب 2 يديني سالب 2. عندك سالب 2؟ عندنا. الإجابة رقم ج إن شاء الله. السؤال رقم 5 جميل ومحتاج تركيز من حضرتك. مديك زوج بيساوي زوج، خد لي المسقط الأول مع الأول. الأول مين هنا؟ س ناقص 3، والمسقط الأول هنا 2. سامع طالب بيقول لي أنا عايز أعرف يا مستر محمود هو المسقط الأول ده أحدده إزاي؟ يعني أخده لحد فين؟ تاخده لحد الفاصلة. شايف الفاصلة؟ هو ده المسقط الأول. يبقى المسقط الأول س ناقص 3، المسقط الأول 2. المسقط الثاني 2 أس صاد، والمسقط الثاني الناحية الثانية 16. دي معادلة. هطلع الثلاثة بعكس الإشارة. يبقى س بتساوي 2 زائد 3، ما هي سالبة تخرج موجبة، يبقى س بتساوي 2 و3 5. اجي بقى للحته دي بتاعت الطالب اللي طالع من تانية متأسس. طب انا متكسر، كشكولك قدامك، كشكولك قدامك، اكتب الملحوظه دي. قلنا معادله اسمها ايه في المثال اللي فات؟ أسية. ليه؟ عشان الرمز في الأس. طب هل هنا 1؟ لا، ما هي القاعده اللي خدناها من شويه 2 أس س بتساوي 1. دي معادله أسية. عشان ده 1 باخد اللي فوق واساويه بالصفر. طب ده مش 1،
ركز. هنزل الطرف اليمين زي ما هو وانزل يساوي. شايف انت الاساس ده؟ اضحك عليه ونزله لي هنا. دايما هنا 2 يبقى هنا 2، هنا 3 يبقى هنا 3، هنا 4 يبقى هنا 4. وبعدين اطلع الآلة واجرب. 2 أس كام ب16؟ جرب معايا. 2 أس 2 يساوي ادانا 4. ما تنفعش، انا عايزها كام؟ 16. ماشي، يبقى 2 أس 3 يساوي اداني 8. ما تنفعش، انا عايزها 16. ماشي، 2 أس 4 يساوي 16 اهي. يبقى 2 أس 4 هي اللي ب16. طب انت استفدت ايه من اللي عملته ده يا استاذ؟ استفدت ان بقى الاساس زي الاساس، مشيهم مع بعض واللي فوق يساوي بعض. يبقى ص بكام؟ قال لي يبقى ص ب4. جبنا ص ب4 والسين ب5. هو عايزها بزوج مرتب اسمه ص وس. ماشي، الصاد ب4 والسين ب5. عندك زوج 4 و5؟ عندنا ان شاء الله. الاجابه رقم د. شوف السؤال رقم، نرجع بس نتاكد ان هم 5 بس. تمام كده. المجموعه الثانيه بفضل الله خلصت. الجزء الثاني مسائل على حاصل الضرب الديكارتي. طيب الفكره بيديك مجموعه وليكن اسمها س ومجموعه اسمها ص. بيقول لك ايه؟ اوجد س ضرب ص ومثله بمخطط سهمي وبياني. حاضر، هقول له س ضرب ص اللي هو عايزها الاولى دي. السين نزل لي قيمتها، افتح قوس مجموعه 1 و2 ضرب الصاد 3 و4 و5. طيب اطلعوا فوق سنه بعد اذنكم. وبعد كده ابتدي اعمل توزيع ديكارتي. بناخد الواحد مع المجموعه كلها، توزيع ديكارتي مش بضرب. يعني هقول 1 و3. ركز، 1 و3، 1 و4، 1 و5، 1 و3، 1 و4، 1 و5. خد بقى العنصر الثاني مع المجموعه كلها، يبقى اقول 2 و3، 2 و4، 2 و5. خلصت توزيع، اقفل قوس المجموعه. كده انا عملت ايه؟ كده انا جبت س ضرب ص، وزعت المجموعه س على المجموعه ص. عايز امثل بمخطط سهمي. ايه المخطط السهمي ده؟ قال المخطط السهمي بنيجي نعمل عمودين كده جنب بعض، بنسيب مسافه بينهم، بنكتب هنا الرمز الاول في السؤال. يعني هو بيقول لي اوجد ايه؟ س في ص. يعني س الاول احط س وبعد كده ص. س بكام؟ 1 و2 اهي. س ب1 و2 اهي. طب والصاد 3 و4 و5. اتفقنا في حصه الشرح ان احنا بنحط نقطه او دايره صغيره كده قدام الارقام عشان نوصل الارقام ببعضها من خلال النقط دي. عايز اوصل 1 ب3 من النقطه لنقطه، وتحط سهم. 1 و4، 1 و5، 2 و3. انا ماشي على المخطط ده، 2 و3، 2 و4، 2 و4، بعد كده 2 و5. ده بنسميه مخطط سهمي. سماه سهمي ليه؟ اكيد عشان فيه اسهم زي ما انتم شايفين كده. طيب البياني، بص بقى معايا في البياني كده. بعمل حرف ال. شفت انا عملت ايه؟ وبعدين حرف ال تاني بس من تحت. مين الرمز الاول؟ قلنا س، يبقى ده س وده ص. س فيها 1 و2، 1 و2، والصاد 3 4 5. وبعدين بنيجي من قدام ال3 نعمل خط، من قدام ال4 خط، من قدام ال5 خط، من قدام ال1، من قدام ال2. مش عايز بقى يبقى في اي بروز باينه، مش عايز حاجه باينه من هنا ولا من هنا. تبقى مظبوطه كده عشان تنسيق الاجابه ناخد الدرجات كامله بتاعتنا ان شاء الله اهو. وبعدين ابين نقط التقاطع دي ودي 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 ودي. طب دي كام؟ قال لي ديت عباره عن زوج مرتب 1 و3 اهي. بص 1 و3. طب ديت
1 و4. طب وديت 1 و5. طيب تعالى الاثنين امشي كده، يبقى 2 و3. 2 و4. 2 و5. ده المخطط الايه؟ دوت بياني، وقلنا دوت اسمه ايه؟ اسمه سهمي. حاجات بسيطة بس محتاجة تركيز. السؤال الرابع دي مجموعة ونفسها، مديني س فيها 3 و4 و8. عاوز ايه؟ عاوز س 2. بص بقى، س 2 دي هي عبارة عن س ضرب س. يبقى لما يجي لك س 2 فكها لي س ضرب س. السين الواحدة بكام؟ ب3 و4 و8 ضرب السين الثانية 3 و4 برضو 8. كده انا عملت تعويض بالرمز بتاعي. ابتدي اوزع دي كارتي. وزع كده معايا. هناخد الثلاثة مع المجموعة كلها. طيب هقول ايه؟ هقول 3 و3، 3 و4، 3 و8. كده انا خدت الثلاثة مع دول. اخد الاربعة، 4 و3، 4 و4، 4 و8. خلصت الاربعة، خد الثمانية، 8 و3، 8 و4، 8 و8. يبقى انا بمسك كل عنصر من المجموعة الاولى بوزعه على المجموعة الثانية، وبعدين بعد ما تخلص توزيع اقفل قوس المجموعة. طيب اطلع فوق شوية. بيقول لي مثلها بمخطط سهمي. ماشي، تعالى هنعمل عمودين مسقطين جنب بعض. طب حضرتك هنا مين وهنا مين؟ ارجع لي كده معلش سنة تحت. بقول لك اوجد س 2 اللي هي س ضرب س. فلما تيجي تحل هتحط لي هنا س، هنا س، وهنا س. طب هي س بكام؟ قلنا 3 4 8، وس تاني 3 4 8. اتفقنا بنحط نقطة عشان اوصل منها عشان اكون منسق في الاجابة. طيب 3 و3 من النقطة للنقطة وودي السهم في النص. 3 و4، 3 و4، 3 و8، 3 و8، 4 و3، 4 و3، 4 و4، 4 و8، 8 و3، 8 و4، 8 و8. يا مستر دي متلعبكة مفهومة واحنا بنعرف نصححها في الكنترول، ما تقلقش دي مش بتاعتك انت عليك تشتغل زي ما بقول لك وخلاص. بعد كده المخطط البياني بعمل حرف ال وال تاني. قلنا هنا س وهنا س تاني زيها. طيب السين فيها 3 و4 و8، 3 4 8. هنسطر من قدام الاعداد دي. حلو، وبعدين النقط دي ابينها. طيب ده كام؟ قال لي دوت 3 و3. طب دوت كام؟ قال لي دوت 3 و4. طب دوت كام؟ 3 و8. طب دوت كام؟ 4 و3. طب دوت كام؟ 4 و4. ده 4 و8، 8 و3، 8 و4، 8 و5. ده البياني بتاعي. يبقى اي جزئيه فيها تمثيل يا اما يطلب سهم يا اما يطلب ايه؟ بيان. اشوف السؤال رقم 5. ده سؤال يعني في كام جزئيه كده بتطلب على طول في الامتحان. مديني س وصاد، بيقول لي اوجد س ضرب صاد. 1 انا عاوز س ضرب صاد. ركز عشان انت امتحانك بوكلت، يعني عايز خطوات مظبوطه محسومه. اول خطوه تروح تعوض بقيمه السين تحت السين. 1 و2 و3 ضرب، علامه الضرب نزل. الصاد اعوض بقيمه الصاد اللي هي 4. طب وبعدين اجي من اول السطر، ما اجيش احل جنبها، افتح قوس مجموعه. يلا يا استاذ وزع. 1 و4 بس، مفيش حاجه تاني مع الواحد. روح للاثنين، 2 و4، 3 و4. اقفل قوس المجموعه. اديني كده جبت السؤال الاولاني. بسيط جدا بس تركيز. 2 عاوز صاد ضرب س. اكتب السؤال الاول، سؤال صاد ضرب س. الصاد بكام؟ من فوق الصاد ب4 ضرب السين بكام؟
السين بواحد واثنين وثلاثة. وبعدين اطلع فوق هنا بعزمكم. السين واحد واثنين وثلاثة من اول السطر بتاعي اعمل توزيع ديكارتي 4 و1 4 و2 4 و3 يبقى 4 و1 4 و2 4 و3. اقفل قوس المجموعة. دوت كان المطلوب الثاني. طب المطلوب الثالث. المطلوب الثالث هكتبه هنا قدامكم. المطلوب الثالث عاوز صاد 2. صاد 2 معناها صاد ضرب صاد. صاد 2 يعني صادتين. صاد ضرب صاد. الصاد بكام؟ اهي ب4 في قوس مجموعة ضرب صاد تانية ب4 وبعدين اعمل توزيع ديكارتي 4 و4 واقفل قوس المجموعة. خد بالك من الحتة دي. خد بالك من النقطة رقم 3. صاد 2 معناها صاد ضرب صاد. طب تعال نشوف السؤال الرابع. عايز نون س 2. قلت لك في حصة الشرح المقصود بالنون يعني عدد العناصر. يعني تروح تعد وتكتب. طب س فين؟ اهي. فيها كام عنصر؟ فيها 3 عناصر وهي عليها أس 2 يبقى 3 أس 2 و3 أس 2 يعني 3 في 3 يديني كام؟ يديك 9. لو خدت بالك كل الأسئلة بتدور حوالين فكرة واحدة. حاصل الضرب الديكارتي. يطلب بقى س ضرب صاد صاد ضرب س صاد 2. أهم حاجة السؤال الثالث والرابع. بص الفرق بينهم إيه؟ دي صاد 2 ودي س 2 بس هي النون. قلنا بقى نون يعني إيه؟ نون يعني عدد العناصر. ما تنساش ما تنسيش الله يكرمكم عشان الغلطة عندنا فورة. نفس فكرة السؤال اللي فات بس مكبرها لي شوية. ركز معايا الله يخليك ويخليك. السؤال الأول 1 أنا عاوز س ضرب صاد. طب س ضرب صاد تعال نعوض الأول قبل ما نحل. السين بكام؟ قال لي ب2 وسالب 1. علامة الضرب تنزل. الصاد بكام؟ قال لي الصاد ب4 و0. يبقى س نزلت والصاد نزلت. خلصت؟ لا أنا عملت بس أنا كونت شكل السؤال. تعالى بقى نفك ازاي؟ هناخد الاتنين مع المجموعة كلها يبقى اقول له 2 و4 2 و0. حلو قوي. طب خلصت الاتنين خد الرقم اللي بعده سالب 1 و4 سالب 1 و0. بس كده هي دي خلصت الفكرة بتاعتي. تيجي في الامتحان طبعا لازم يجيب لي سؤال عن حاصل ضرب الديكارتي. سؤال رقم 2 عاوز صاد ضرب عين. استأذنك اطلع فوق شوية اعوض بالصاد. الصاد بكام؟ الصاد 4 و0. اشتغل معايا واشتغلي معايا. انزل الضرب. عين بكام؟ عين ب4 و5 وسالب 2. طيب تعالى يلا نوزع. اوزع ازاي؟ يلا يا استاذ يلا يا استاذة افتح قوس مجموعة. خد ال4 مع المجموعة كلها يبقى 4 و4 4 و5 4 وسالب 2. يبقى انا خدت ال4 مع المجموعة دي كلها. يلا 0 و4 اخد بقى العنصر الثاني 0 مع 4 ومع ال5 مع السالب 2 0 و4 0 و5 0 وسالب 2. اقفل على كده قوس المجموعة. كده انا ضربت صاد ضرب ديكارتي في عين. استاذنك بس هننزل تحت شويه عشان نشوف السؤال الثالث. السؤال الثالث عاوز من حضرتك س 2. عاوز س 2. حاضر تعالى هقول له السؤال رقم 3 انا عاوز س 2 وس 2 معناها س ضرب س. خلاص بقى اتحفظت بقى عمال نهري بقى لنا ساعه فيها اهي. س ضرب س. طب هي السين بكام؟ استأذنك معلش نطلع نجيبها من السؤال. السين 2 وسالب 1. السين 2 وسالب 1 يبقى تحت السين 2 وسالب 1. علامة الضرب تنزل. تحت السين 2 وسالب 1. اعمل توزيع ديكارتي يا باشمهندس. تعال افتح قوس مجموعة. هاخد العنصر الأول مع المجموعة كلها يبقى هقول له 2 و2 2 وسالب 1.
اخد السالب واحد مع المجموعة كلها، سالب واحد واتنين، سالب واحد وسالب واحد، خلصت. يبقى كده حاصل الضرب الديكارتي للثلاث اسئلة دول تمام معايا. السؤال بقى الرابع والخامس والسادس هنحله جنبيه لان سؤال نظري وبيعتمد على الفهم. بيقول لك نون، انا لسه قايل لك من شويه في الصفحه اللي قبل دي نون يعني عدد العناصر. طب انا عايز نون س في نون عين. نون س فيها كام عنصر؟ فيها 2. في عين فيها كام عنصر؟ عين فيها 3. يبقى 2 في 3 ب6. يبقى اجابه السؤال الرابع 6. خلصت المساله. طب تعال نشوف الخامس. عايز نون صاد 2. نون يعني عدد عناصر، صاد أس 2. هي الصاد فيها كم عنصر؟ فيها عنصرين وهي عليها 2. يبقى 2 أس 2 و2 أس 2 يعني 4. بسيطة. طب تعالى السؤال السادس. نون عين 2 يعني عدد عناصر عين. ادي العين اهي فيها كم عنصر؟ 1 2 3. يبقى 3 وهي عليها 2 من بره يبقى 3 أس 2. 3 أس 2 يعني 3 في 3 يديني كام؟ يديني 9. ده السؤال رقم 6. خد بالك بص كده في علامة كتاب المدرسة. سؤال لامم كذا فكرة مع بعض. طيب شوف السؤال السابع. دخلنا على مجموعة من المجموعات الأسئلة وهي اختر الإجابة الصحيحة على حاصل الضرب الديكارتي. احنا خدنا في أول المحاضرة بتاعتنا أول سؤال مقالي لتساوي زوجين مرتبين، بعد كده اختياري على تساوي زوجين مرتبين، بعد كده المجموعة الثالثة خدنا حاصل الضرب الديكارتي مقالي وداخل دلوقتي على الاختيارات. ركز كده معايا وروق وفوق يا صديقي الصدوق عشان خاطر احنا عايزين الترم ده نقفل الرياضة. صديقي الصدوق ما تنساش انا داخل اقفل، يبقى مش هسيب حاجة وادينا واخدينها جد من اول يوم باذن الله. السؤال الاولاني ده سؤال عبيط قوي بس صعب جدا، لان في طالب بيشوف المجموعه دي كده بيضرب لخمه. ليه؟ تعال نشوف. بيقول لك لاي مجموعتين الف وب تعبر المجموعه س وص حيث س تنتمي الالف وص تنتمي الب. هو انا لما يكون عندي مجموعه اسمها الف مجموعه اسمها ب وهضربهم في بعض حاصل ضرب ديكارتي، مش بطلع ازواج مرتبه مسقطها الاول س ومسقطها الثاني ص؟ تمام. طب هنا بقول لك س تنتمي الالف وص تنتمي الب، يبقى ده بيعبر عن ايه؟ قال لي بيعبر عن حاصل الضرب الديكارتي الف في ب. هو ما بيعبرش عن النون ابدا، نون يعني عدد العناصر مش تبعنا. وهنا ب في الف لا، انا بقول لك س تنتمي الالف يبقى عن الالف الاول. يفرق معايا؟ يفرق طبعا. الزوج المرتب 3 و5 ما بيساويش 5 و3 مع ان نفس الارقام بس متبدله. قال لي بس المساقط مختلفه. طيب شوف السؤال الثاني. حلو قوي السؤال ده، ملحوظه في كشكولك وكشكولك. يلا س بتساوي 1 و2 فان س ايه العلامه دي؟ دي اسمها فاي. طيب استاذ لما اضرب مجموعه في الفاي ما تفكرش يديني فاي، مجموعه في الفاي تديني فاي، مجموعه في الفاي تديني فاي. طيب شوف السؤال الثالث. بيقول لي اذا كان س بتساوي 2 ص بتساوي 3 عاوز س ضرب ص محافظه الجيزه 2017. شوف ايه الاسئله التافهه دي يا ابني؟ امتحانات. احنا دلوقتي ماسكين كتاب المعاصر كله هنخلصه. عشان ما حدش يقول لي انت بتدي السهل وبتحل الاسئله السهله. لا احنا بفضل ربنا عشان بنوصل لطرق بسيطه انت بتبتدي تحس ان احنا بندي اسئله سهله، لكن احنا بنقعد نذاكر. بقعد اذاكر واجتهد عشان اوصل لاسهل طرق عشان اسهل عليك الحل. فركز بقى معايا. السؤال رقم 3 مديك س ب2 وص ب3 عاوز س ضرب ص. احنا لسه واخدينها س ضرب ص يعني الس ب2 هفتح قوس مجموعه الاول هوزع ده على ده يبقى الاجابه 2 و3 قوس مجموعه زوج مرتب. عندك دي خد بالك الف ما تنفعش، ب ما تنفعش. في طالب غشيم يختار لي دي ما تنفعش. انا عايز زوج مرتب قوس مجموعه يبقى الاجابه رقم ايه؟ د. يبقى السؤال فيه خربشه. يبقى ما تستسهلش المعلومه، لازم تاخد بالك من كل نقطه عشان ما تقعش في الامتحان. السؤال الرابع بيقول لي اذا كانت س ب3 عاوز س 2. تعالى
هي س 2 دي لسه قايلينها في حصه في جزء الشرح وقايلها في الامتحان دلوقتي، هي س ضرب س صح؟ السين الواحده بكام؟ قال لي ب3 ضرب وس تاني ب3. طب دول بيتفكوا ازاي؟ توزيع ديكارتي، افتح قوس مجموعه واخد 3 و3، اقفل على كده. عندك دي في الاختيارات؟ تعال نشوف. اهي تنفع؟ تنفعش. يبقى الاجابه رقم د جت مطروح وشرقيه باختلاف السنه اللي جت فيها. طيب شوف السؤال رقم 5. إذا كان س بتساوي 3 فإن نون 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 يعني إيه؟ نون يعني عدد العناصر. طب س فيها كم عنصر؟ فيها عنصر واحد، وهي أس 2 يبقى 1 أس 2 بواحد، يبقى اختار واحد. طلبة كتير قوي تقول لي س فيها 3، عايز نون س 2 يعني 3 أس 2 ب9. أقول له غلط، دي جت في محافظة قنا 2020. ركز في السؤال ده عشان مهم قوي. دي نون، نون يعني ايه؟ نون يعني عدد، يعني اعد، مش اخد القيمة العددية للعنصر. في كم عنصر هنا؟ عنصر واحد، يبقى 1 أس 2. طيب شوف السؤال رقم 6، جميل قوي 6. بص جه ايه؟ دمياط 25 اللي هي السنة دي يعني. بني سويف، قنا، سويس، قنا. بص اتكرر ازاي؟ هو ما فيهوش حاجه، هو عايز واحد دماغه صاحيه للسؤال. انا بقول لك س فيها 1 و2 وصاد فيها 3 و4، ف3 و4 تنتمي لمين؟ بالراحه. الزوج اللي انا مديهولك ده في عددين 3 و4 صح؟ موجودين في انهي مجموعه؟ ال3 وال4 دول المطلوب ده 3 و4 موجودين في انهي مجموعه؟ في مجموعه السين ولا مجموعه الصاد؟ في مجموعة الصاد. قال لي يبقى ال3 و4 تنتمي للصاد. طب في حاجة اسمها صاد؟ قال لي لا، تنتمي لصاد أس 2. عشان لما اجي هضرب صاد في صاد ضرب ديكارتي هتلاقي الزوج ده طلع. ما هو طبيعي ال3 و4 موجودة فين؟ موجودة عند الصاد. طب هل في حاجة في السين اسمها 3 و4؟ يبقى أكيد مش هستبعد الإجابة ألف لأن فيها س. وبرضه إجابة ب ما تنفعش عشان فيها س. وجيم ما تنفعش عشان فيها س. يبقى انا عايز مين؟ عايز الصاد بس. يبقى 3 و4 موجوده في الصاد، يبقى صاد في صاد. السؤال رقم 7، دخلنا على النون في اسئله حصر ضرب الديكارتي. بيقول لك اذا كان نون س ب2 يعني عدد عناصر س ب2 وصاد 1 و2، اقفي. هنا نون صح؟ هنا في نون؟ لا، انا اجيب النون بتاعتها. طب صاد فيها كم عنصر؟ فيها عنصرين، يبقى نون صاد ب2. طيب بيقول لك فإن نون س ضرب صاد يعني عدد عناصر س في عدد عناصر صاد. هي س فيها كم عنصر؟ 2. في صاد فيها كم عنصر؟ 2. 2 في 2 يدينا 4. عندك 4 في الاختيارات؟ الإجابة رقم ألف. حلو السؤال ده؟ جيزة 2015. اشوف السؤال رقم 8. بص بقى سؤال رقم 8. اول حاجه كتاب مدرسه، تاني حاجه بص كم محافظه جابته وجي كمان في القاهره عندنا. بيقول لك اذا كان نون س ب3 يعني عدد عناصر س ب3 ونون س ضرب صاد ب12، عايز نون صاد. السؤال ده عشان تجاوب عليه معلش استحملني. بص كده معايا السؤال اللي هكتبه ده. بقول لك نون س ب2 ونون صاد ب3، تعرف تجيب لي نون س ضرب صاد؟ يا مستر 2 في 3 ب6. جميل قوي. طب لو جيت شلت دي كتبت لك نفس السؤال، قلت لك نون س ما نعرفهاش ونون صاد ب3 ونون س ضرب صاد ب6، تعرف تجيب لي النون س؟ اعرف اجيب لك كام في 3 اداني 6 يبقى 2. اقول له برافو، بس احنا مش هنقول كام في كام بقى، هنقول ايه؟ هنقسم ده على ده، يبقى 6 على 3 تديني 2. فعلا لما دي تبقى 2 وعوز الضرب 2 في 3 تديني 6. هو ده اللي حصل دلوقتي. نون س ب3 يعني عدد عناصر س ب3 وحاصل ضربهم ب12، تعرف تجيب لي نون صاد؟ هقول له نون صاد بتساوي 12 على 3
تديني 4. يبقى النون ص ب4. فعلا لو انا شلت ال 12 دي خالص، اعتبر دي مش موجوده اهي، قلت لك دي ب4 اهي، نون س ب3، نون ص ب4، يبقى نون س في ص بكام؟ هتقول لي 3 في 4. برافو، هو ده اللي حصل دلوقتي. بحاول افهمها لك عشان في ناس بتلخبط فيها. ايه هتفهمني ايه؟ هفهمك السؤال تاني. مديك نون س ب3 ونون س ضرب ص ب12، يبقى نون ص بكام؟ قال لي هتقسم 12 على 3 يديك ان شاء الله 4، يبقى نون ص ب4. السؤال رقم 9. نون س 2 ب9. هات لي نون س. نون س 2 ب9. نون س 2 ب9 يبقى نون س بكام؟ قال لي خد الجذر، يبقى جذر ال9 يديني كام؟ قال لي 3، يبقى اجابتك 3. طالما تربيع خد الجذر على طول. طيب نشوف السؤال اللي بعديه. نون س 2 ب4. عايز بقى اعلمك واعلمك حاجه. طالما قابلت نون س 2 نون ص 2 نون ع 2، خد الجذر ورجع لي لاصلها. يبقى دي هتتشال واجيب مكانها نون س. انا ما بحتاجش التربيع. جذر 4 كام؟ 2. ونون س ضرب ص ب6 حاصل ضربهم. عايز نون ص 2. تعال الاول نجيب نون ص. هنقسم 6 على 2 لسه قايلينها فوق، اداني 3. طب وعايز نون ص 2، هقول له 3 أس 2. ما هي نون ص الواحده ب3، يبقى نون ص 2 3 أس 2 يديني 9. يبقى الاجابه بتاعتنا هتطلع 9. خد بالك بقى وانت شغال، اي حاجه فيها تربيع، اي حاجه فيها تربيع هتاخد الجذر بتاعها. اذا كانت س مجموعه غير خاليه، يعني مجموعه مش فاضيه فيها ناس يعني، وبيقول لك نون س بيساوي نون س ضرب ص، يبقى نون ص بكام؟ احنا لسه قايلين مثالين على الشكل ده. لو مديك س ب2 وصاد ب3 وطلبت منك س ضرب ص، بص عمال اعيد وازيد فيها ازاي عشان حاسس انت مش فاهمها. حاصل ضربهم بضرب 2 في 3 ب6. طيب ركز معايا وركزي معايا. لو شلت دي واديتك نون س مطلوبه منك نون ص ب3 وحاصل ضربهم 6، تعرف تجيب لي نون س؟ تجيبها ازاي؟ قال لي يا مستر هنقسم ده على ده، يعني اقول 6 على 3 يديني كام؟ 2. طب انا بقول لك بقى نون س بتساوي نون س ضرب ص، يبقى نون ص بكام؟ قال لما تيجي تجيب نون ص يا مستر هتقسم حاصل ضربهم على النون بتاعت س. طب انا بقول لك حاصل ضربهم بيساوي نون س، يعني ده بيساوي ده. لما نيجي نحط حاجتين على بعض بيساوي بعض يديني كام؟ قال لي يديك 1. ايوه، ما هو بيقول لك في السؤال ان النون س بتساوي ايه يا باشمهندس؟ بتساوي نون س ضرب ص. طالما دي بتساوي دي وانا عايز النون ص، ما انا كده كده هقسمهم على بعض، ولما اقسم حاجتين على بعض بيساووا بعض يديني كام؟ قال لي يديك 1. يبقى الاجابه بتاعتنا رقم ا. بيقول لي في سؤال 12 اذا كان س وص مجموعتين بحيث نون س ضرب ص ب12، يعني حصل الضرب بتاعهم ب 11 اسف، فان نون س زائد نون ص. بقول لك نون س في ص ب11، يعني معنى ذلك كده نون س بكام ونون ص بكام؟ ركز كده معايا. هو انا لما اجي اقول لك نون س ضرب ص بتساوي 6، انت تستنتج كطالب ايه؟ قال لي هستنتج ان ممكن تبقى نون س ب2 ونون ص ب3، عشان لما اقول 2 في 3 يديني 6، او اقول نون س ب1 ونون ص ب6 عشان اقول 1 في 6 يديني 6. صح؟ طيب انا بقول لك نون س في ص ب11، قال لي يبقى ممكن النون س تبقى ب11 وممكن النون ص تبقى ب1، عشان لما اقول 1 في 11 يديني 11، 1 زائد 11 يديني 12. سؤال روعة جامد جدا، هقوله تاني ولو ما فهمتهوش ترجع الفيديو تاني على الحتة دي وتسمعها مرة واثنين وثلاثة. انا بقول لك دلوقتي في الحتة دي يا باشمهندس، هشيل خالص اهو اللي انا كاتبه، ركز بس معايا شوية الله يخليك ويخليكي. انا بحاول افتت اي حاجة صعبة قدامك، ليه؟ انا عايز اخلص التطبيقات كلها تبقى انت ايه؟ تبقى انت فاهم وحضرتك فاهمه.
بقول لك ن س ضرب ص ب 11، يعني حاصل ضرب س في حاصل ضرب ص اديني 11. قول لي بقى يبقى س بكام وص بكام؟ ما هي دي 11 مالهاش غير 11 في 1. في حاجه تاني تديني 11؟ 11 في 1 ب 11. يا اما دي ب 11 يا اما دي ب 11 يا اما ده بواحد يا اما ده بواحد. طالما الاثنين مجموعين على بعض ما يفرقش مين ده هنا وده هنا، لان الجمع عمليه ابداليه. 2 زائد 5 هي 5 زائد 2. فهقول ان ن س هي ب 11 والنون ص بواحد. 11 زائد 1 يديني كام؟ 12. يبقى الاجابه بتاعتي رقم د. خد بالك من السؤال ده عشان محتاج تركيز شويه. اذا كان س وص مجموعتين، سؤال جامد جدا ده كهليه من محافظات الامتحانات شديده قوي. ن س 2 زائد ن س في ص بيساوي 5. هات لي ن ص. صلي على النبي كده. انا السؤال ده معلش هروح افرض ان ن س بواحد. معلش هفرض من عندي ان النون س بواحد. ماشي. طب تعالى كده ننزل اللي هو مديهولك. بيقول لك ن س 2 زائد ن س ضرب ص بيساوي 5. صح؟ انا خدت يا جماعه المعطى اللي مديهوني نزلته. انت حضرتك فرضت ان ن س بكام؟ بواحد. يبقى 1 أس 2 زائد هي ن س ضرب ص دي مش عباره عن ن س في ن ص؟ حلو. وادي الخمسه اللي بره. 1 أس 2 بواحد زائد ن س انا فارضها بواحد في ن ص بتساوي 5. طيب كمل كده. ارفع فوق بعد اذنك. اوعى تقول لي 1 زائد 1 2. اقول لك غلط. هطلع الواحد ده بعكس الاشاره بره. يبقى اقول له 1 في ن ص بن ص. ما هو بص ده مضروب في ده. 1 في ن ص بن ص. وادي الخمسه ده موجب راح سالب. يبقى ن ص 5 ناقص 1 يدينا 4. وصلت ان النون ص ب4. هو عايز ايه بقى منك؟ ننزل. بيقول لك فإن ن ص 2 يعني 4 أس 2 تديني 16. سؤال قوي جدا جدا ومش اي طالب يحله، لان انت حضرتك استخدمت اسلوب الفرض. وطالما استخدمت اسلوب فرض يبقى المسألة دي جامدة، لان نوعية الطلبة بتدور على السهل فين وتحط ايديها فيه. انت من النهاردة مفيش سهل. انت من النهاردة ماسك كتاب المعاصر بتحل كله. كتاب المعاصر مش يعتبر هو اقوى كتاب رياضة، مفيش منافس. طبيعي بتبقى فيه اسئلة قوية واسئلة متوسطة زي ما احنا ماشيين كده. ممكن سؤال بنحله بمجرد النظر وسؤال لازما نشتغل عليه. فاي مسألة هتحس ان هي صعبة بالنسبة لك رجع الفيديو مرة والتانية. يئست خالص لينا سنتر نقعد مع بعض فيه نشرح الجزئية دي مع بعض. اشوف السؤال رقم 14. ركز لي في 14 برضو سؤال قوي. بيقول لك اذا كان الف تنتمي لس 2 حيث السين، بيقول لك يعني السين دي س حيث س اكبر من 5 واصغر من 7. يبقى انا كده هسأل سؤال للطلبة الشاطرة بتاعتي. لما اقول لك السين محصورة من 5 و7 يبقى السين بكام؟ تمام. يبقى السين ب6. يبقى السين فيها مجموعة ال6. طب انا بقول لك الف تنتمي لس 2. احنا مش قلنا س 2 دي عبارة عن س ضرب س؟ جميل. طب السين الواحدة بكام؟ قال لي ب6 وس تاني ب6. لما اجي افك دول حاصل ضرب ديكارتي قال لي يبقى 6 و6. عندك 6 و6؟ عندي 6 و6. فين يا استاذ؟ اهي الاجابه رقم ج. طب وليه ما حطش بقى قوس المجموع والزوج المرتب؟ مفيش مشكله. ما حطهوش ولقيت في الاختيارات بتاعتي الزوج المرتب بس اخد الزوج المرتب. الفكره في المساله دي حته صغيره بس. ايه هي؟ ان السين محصوره ما بين 5 و7. س محصوره ما بين 5 و7 يبقى السين واحده بكام؟ ب6. طب انا بقول لك الف تنتمي لس 2. س 2 عباره عن س ضرب س يعني 6 و6. الاجابه رقم ج. خد بالك من السؤال ده وخد بالك ان محافظه الشرقيه اغبى محافظه بتحط اسئله غبيه جدا. لما انت ايدك تاخد على الاسئله دي هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى سهل. اجي لسؤال 15. كتاب مدرسه
1 2 3 4 5 5 محافظات حاطينه. سؤال فاشل وصعب. فاشل عشان اللي فاهم بيحله بيضحك، صعب لانه ما فهمتش فكرته ايه. بيقول لك اذا كان 3 و5 تنتمي للمجموعه دي في المجموعه دي، يبقى س بكام؟ بص كده يا استاذ، بص يا استاذه، سيبك من 3 و5، تعالى فك لي المجموعه دي في دي. انا بوزع ده على ده وده على ده، يبقى هقول 3 وس، هقول 3 و8، هقول 6 وس، هقول 6 و8، صح؟ مش احنا لما نيجي نوزع مجموعه على مجموعه باخد العنصر الاول مع المجموعه والعنصر الثاني مع المجموعه. طيب اللي هو مديهولك اسمه ايه؟ اسمه 3 و5. طيب في المسألة بتاعتك البيان اللي انت مطلعه ده، التلاتة دي موجودة في الزوج ده وفي الزوج ده. طب انا بقول 3 و5، اكيد مش 3 و8. يبقى ده هو ده، معايا التلاتة موجودة، يبقى السين بكام؟ قال لي يبقى السين ب5، يبقى الإجابة رقم ج هي 5. السؤال اللي بعده دخلنا في مجموعة من الأسئلة المقالية، برضو سؤال من الأسئلة المهمة جدا جدا. ركز معايا وركزي معايا، الله يخليك ويخليكي. صديقي الصدوق، انت ما عندكش غير هدف واحد، انا داخل اقفل الرياضة. بقول لك اذا كان س ضرب ص بيساوي المجموعة دي كلها. خد بالك بقى من حاجة، مين هنا الأول؟ الأول س، عايزك بقلمك كده يبقى ده كله س. طالما الحرف الأول س يبقى الأولاني كله س. الحرف الثاني هنا ايه؟ صاد، يبقى ده صاد. يبقى ده صاد 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 صاد. هو طالب مني ايه؟ طالب من حضرتك، طالب من سيادتك طلع لي مجموعة السين. اطلعها لك. س فيها كام عنصر؟ السين كل مكتوب عليه س بقى 2 ممنوع التكرار، 3 5. اوعى تقول لي 2 2 3 3 5 5، كده انت ما فهمتش حاجة في الدرس بتاعك. ممنوع التكرار في المجموعات. طلع لي الصاد. الصاد فيها كام عنصر؟ الصاد فيها 6 و9 و6 تاني مش هكررها و9 موجودة، يبقى هي صاد 6 و9 والسين 2 و3 و5. بسيط؟ طبعا بسيط، بس محتاج ايدك تمشي فيه. طيب سؤال تاني، عشان واحد يقول لي الاسئله دي بسيطه قوي، اقول له تعالى يا حبيبي، ايه ده يا بابا؟ يقول لي كتاب مدرسه. اقول له ايه دول؟ 4 محافظات. الاسئله دي هي بتاعت الامتحانات. بقول لك اذا كان س ضرب ص بيساوي القيم دي، مين الحرف الاول هنا يا استاذ؟ س. اكتب بقلمك س س س، ماشي. مين الحرف الثاني؟ صاد صاد صاد. ايه المطلوب؟ اول سؤال عاوز السين. السين مكتوب عليها ايه؟ قال لي 1 بس. يا مستر ده 1 1 1 ممنوع التكرار. طلع لي صاد. الصاد 1 و3 و5. كده انا جبت السؤال الاولاني ده، كده اول سؤال. السؤال الثاني عاوز صاد ضرب س. في طالب ناصح شويه يقول لي انت عايز صاد ضرب س وانا عندي س ضرب صاد، هقلب الازواج دي. اقول له برافو عليك، ريحت. يعني ايه اقلب الازواج؟ هو ده اسمه ايه؟ 1 1. لما اجي اقلبه مش هيبان القلب عشان دول بيساووا بعض. طب ده 1 و3 يبقى 3 و1. طب ده 1 و5 يبقى 5 و1. يبقى انت لو عندك س ضرب صاد وعاوز صاد ضرب س، اقلب الازواج دي. طب انا مش فاهمها كده، مش فاهمها كده. تعالى معايا، الصاد بكام؟ الصاد ب1 و3 و5 ضرب السين بكام؟ ب1. تعال نوزع ديكارتي. 1 و1 هاخد ده مع ده، 1 و3 اسف 3 و1 5 و1. طب ده طالب حل بالطريقه دي. بص طلع كام؟ 1 1 3 1 5 1. الطالب اللي حل بمجرد النظر 1 1 3 1 5 1. بص نفس الاجابه اهي، بص نفس الاجابه، ولكن الفرق بين الاثنين الطالب اللي حل فوق ده بمجرد النظر. انت السنه الجايه ثانويه عامه، نظام جديد، عايز الطالب اللي بيحل بسرعه بديهه، عايز الطالب اللي مخه حاضر، عايز الطالب اللي يدور على الاختصارات. ليه؟ لان انت حضرتك بيبقى عندك كم الاسئله ما بيكفيش الوقت، فمحتاج الطالب يفكر وهو بيحل، مش يفكر الاول، لا وانت بتحل شغال على طول.
هنا بقى بيقول لي اذا كان س 2. يعني ايه س 2؟ قال لي يعني س ضرب س. حلو. الحرف الاول هنا مين؟ س، يبقى كل الاول ده س. مثل الحرف الثاني س برضه يبقى كل الثاني س. يبقى كده لما اجي اجيب عناصر س تبقى كام؟ ركز بقى معايا. 1 مش هكرره. 2 في حاجة تاني؟ شكرا. يبقى الس ب1 و2. ده سؤال كان شكله بيقول ان هو صعب. مفيش حاجة صعبة. الصعب على الطالب اللي مش بيذاكر، انما اللي بيذاكر كل حاجة سهلة بالنسبة له. سؤال 11 اذا كان ص ضرب س بيساوي كذا، اوجد س 2. تعالى معايا وتعالي معايا. مين الحرف الاول هنا؟ صاد، يبقى صاد صاد صاد. مين الحرف الثاني؟ س، يبقى س س س. انت عايز ايه؟ انا عايز س 2. تعالى الاول طلع لي س. هي الس بكام؟ ب3 و3 و3 بناخد 3 واحده. طب هو عايز س 2، هقول له س 2 بتساوي س ضرب س. السين الواحده ب3 وس تاني ب3. بعد كده هعمل توزيع ديكارتي، هقول له 3 و3 واقفل على كده. يبقى المساله بتبان في الاول صعبه، لكن انا لما دخلت وفكيت الحل بتاع المساله لقيتها سهله جدا. طيب سؤال رقم 12. بص احنا كده كده ما بيجيش عندنا في القاهره مثل بشكل فيني، بس انا هقول له ان موجود في الكتاب. هديك مجموعه اسمها س ومجموعه اسمها ص، وهقول لك مثل س وصاد بشكل فين. فين ده انت خدته في رابعه ابتدائي، اللي هي الدوائر اللي هي بتبقى بتترسم دي. عشان ترسم فين صح وتبقى شاطر وتطلعها صح، اسمع كلامي واتبع الخطوات معايا. اول خطوه لازم تشوف العناصر المشتركه هنا وهنا. مين موجود هنا وهنا؟ قال لي 3 موجوده هنا وهنا وال4. يبقى كده س اشتركت مع ص في 3 و4. بتقوم راسم دايرتين متقاطعين كده مع بعض، وتيجي في الحته دي تقوم حاطط 3 و4. هي دي منطقه التقاطع. خدنا من س 3 و4 بقى 1 و2. خدنا من ص 3 و4 بقت ال5، وتبقى دي مجموعه س ودي مجموعه ص. ادي يا استاذ، ادي يا باشمهندسه شكل فين اللي موجود معايا. طيب اول سؤال بيقول لك عاوز س تقاطع ص ضرب الصاد. ركز بقى معايا وركزي معايا. قلنا في حصه الشرح اللي عامله زي رقم 8 دي، شايفها؟ دي اسمها تقاطع. دي معناها ايه؟ قال لي حضرتك دي معناها المشترك بين المجموعتين. طب هي س اشتركت مع ص في كام؟ لسه قايلين افتح قوس مجموعه 3 و4 ضرب الصاد بكام؟ الصاد ب3 و4 و5. وبعدين اعمل توزيع ديكارتي. يلا هقول 3 و3 3 و4 3 و5. يعني باخد ال3 مع المجموعه كلها، وبعدين هقول 4 مع المجموعه كلها. يبقى هقول 4 و3 4 و4 4 و5. ادي كده المسألة الأولى. ده سؤال اسمه العمليات على المجموعات، تقاطع واتحاد وفرق. السؤال رقم 2 عاوز س فرق ص ضرب ص. اجي عند الفرق والاقي بتبقى في بعض مشاكل مع الطلبة، مش فاهم يعني ايه فرق. اسمع كده بقى وركز معايا. الفرق معناه اللي موجود في س مش موجود في ص. لو بقول لك س فرق ص معناها اللي موجود في س مش موجود في ص. مش فاهم برضو. احنا قلنا س فيها 1 و2 و3 و4 صح؟ وصاد 3 و4 و5. انا بقى بسأل ايه اللي موجود في س مش موجود في صاد؟ يعني ايه الاعداد اللي موجودة في س مش موجودة في صاد؟ ها؟ ردي برافو. 1 و2. يبقى تحت س فرق صاد هحط 1 و2. علامة الضرب تنزل. صاد اديني صاد. الصاد بكام؟ قال لي ب3 و4 و5.
ارفع فوق بعد اذنكم. يلا هعمل توزيع ديكارتي، افتح قوس مجموعة، هاخد الواحد مع المجموعة كلها، يبقى هقول له 1 و3 1 و4 1 و5. خلصت الواحد، خد الاتنين مع المجموعة كلها، 2 و3 2 و4 2 و5. خلصت؟ انا خلصت. يبقى دي 5. ها، يبقى اهم حاجة عندي في حاصل الضرب ديكارتي تفهم التوزيع ازاي. 2 العمليات هم دول روحك في الجزئية دي. هننزل نشوف السؤال رقم 3 بيقول ايه. عاوز صاد ضرب صاد فرق س ضرب س. السؤال رقم 3 عاوز صاد فرق س ضرب الس. هسأل سؤال، يعني ايه صاد فرق س؟ يعني اللي موجود في صاد مش موجود في س. تعال ننزل السبورة بتاعتنا وتجاوب يلا. ايه اللي موجود في صاد؟ ايه اللي موجود في صاد مش موجود في س؟ رد عليا قول لي عشان اكتب. ايه اللي موجود في صاد مش موجود في السين؟ يعني ايه اللي موجود هنا مش هنا؟ قال لي هي ال5. جميل، يبقى هنا هحط له مجموعة ال5 ضرب السين. بكام السين؟ السين يا استاذ ب1 و2 و3 و4. السين ب1 و2 و3 و4. كمل. هعمل توزيع ديكارتي، اخد ال5 مع المجموعة كلها، يبقى هقول له 5 و1 5 و2 5 و3 5 و4. اقفل على كده قوس المجموعة. سؤال طويل شوية معلش. بص، اعلم يا صديقي الصدوق، هتتعب هتلاقي، مش هتتعب مش هتلاقي. دي قاعدة احنا عارفينها في حياتنا المفروض يعني. السؤال اللي بعديه، خد بالك بقى من السؤال ده عشان ده كتاب مدرسة وموجود في ال3 محافظات دول. مديك س ص ع، وده متوقع في الامتحان على فكرة. مش بنفس الارقام بس لازم نجيب حاجة زي كده. اول حاجة هنكتب السؤال الاول تحت السين، حط قيمتها اللي هي 3 و4، علامة الضرب نزلت. سؤال صاد تقاطع عين، ادي صاد وادي العين. يعني ايه تقاطع؟ العلامة دي يا حضرات معناها المشترك بين المجموعتين، معناها المشترك بين صاد وعين. ادي صاد وادي عين، ايه المشترك بينهم؟ برافو، مجموعة ال5. وبعدين اعمل توزيع ديكارتي 3 و5 4 و5 واقفل على كده. كده انا جبت اول مطلوب. طيب مطلوب التاني عاوز ايه؟ مطلوب التاني عاوز س فرق صاد ضرب العين. مطلوب التاني عاوز س فرق صاد ضرب عين. سؤال، يعني ايه س فرق صاد؟ س فرق صاد يعني اللي موجود في س مش موجود في الصاد. تعال نبص، ادي س اهي 3 و4 والصاد 4 و5. ايه اللي موجود في س مش موجود في الصاد؟ ايه اللي موجود هنا مش هنا؟ ها، مجموعة ال3. مجموعة ال3 ضرب، عايز عين بس اديني عين. قال لي العين 6 و5. اطلع فوق بعد اذنك شوية. يلا اعمل لي توزيع لو سمحت. لما اجي اعمل توزيع قال لي بتاخد ال3 مع المجموعة كلها، يبقى 3 و6 3 و5 واقفل على كده. بسيطة بس محتاجة تركيز. طيب السؤال رقم 3 عاوز س فرق صاد اهي. السؤال الثالث ضرب صاد فرق عين. يعني ايه س فرق صاد؟ يعني اللي موجود في س مش موجود في صاد. تعالى، ايه اللي موجود في س مش موجود في صاد؟ قال اللي موجود في س مش موجود في صاد هي مجموعة ال3. فعلا ال3 موجودة هنا مش موجودة هنا. ضرب صاد فرق عين. صاد فرق عين يعني اللي موجود في صاد مش موجود في عين. ايه اللي موجود في صاد مش في عين؟ قال لي مجموعة ال4. فعلا ال4 هنا مش موجودة هنا. يلا اعمل توزيع ديكارتي، هيبقى 3 و4 واقفل على كده.
اسئله محتاجه مجهود، والمجهود بيجي بناء على المذاكره. فحضرتك لو انت قاعد مش مجمع معايا العمليات، قوم روح، ملوش لازمه القعده، ما تسمعش. لازم الاول تبقى معاك القواعد في حصه الشرح. انت قاعد بتسمع حل الواجب، يعني المفروض الكلام ده كله انت عارفه. مش تيجي يبقى مش واخد الدرس تقول انا اقعد اسمع الواجب، مش هتعرف اي حاجه. طيب احنا لسه قايلين من شويه عشان امثل المجموعات بشكل فين لازم تجيب لي المشترك بين المجموعات. طب المجموعه س فيها واحد، في حاجه هنا فيها واحد؟ لا، قال لي يبقى دي لوحدها كده نسميها س فيها واحد بس. طب صاد وعين في حاجه مشتركه؟ في الاتنين. هقوم عامل ادي الصاد وادي العين مشتركين في 2. طب الصاد لما اخد منها 2 اتبقت ال3. طب العين لما اخد منها 2 اتبقى 5 و6. ادي يا باشمهندس شكل فين اللي انت خايف منه. الباقي بقى كله انت عارفه، مفيش حاجه ما قلناهاش. طب تعالى نشوف رقم 1. اول سؤال عاوز س ضرب صاد. السين بكام؟ قال لي ب1، والصاد 2 و3. كمل، اعمل توزيع 1 و2 1 و3. ادي يا باشمهندس س ضرب صاد. 2 عاوز صاد ضرب عين. هي الصاد بكام؟ الصاد ب2 و3 ضرب العين بكام؟ قال لي العين 2 و5 و6. وبعدين اعمل توزيع ديكارتي. يلا اعمل توزيع ديكارتي، يلا. هاخد الاتنين مع المجموعة كلها، يبقى 2 و2 2 و5 2 و6. خلصت الاتنين. 3 و2 3 و5 3 و6 واقفل على كده. طيب السؤال رقم 3 عاوز س ضرب عين. هي السين بكام؟ انزل اشوفها معلش. السين ب1، يبقى السين مجموعة ال1 ضرب العين. قال لي العين 2 5 6. العين مجموعة 2 و5 و6. جميل. طيب اوزع 1 و2 1 و5 1 و6 واقفل على كده. انا باخد المجموعة الاولى على المجموعة الثانية كلها. كده انا جاوبت على السؤال الاول اللي هو س ضرب صاد، والسؤال الثاني صاد ضرب عين، والثالث س ضرب عين. السؤال الرابع عايز صاد 2. طيب واحنا موجودين كده يا الصاد بكام؟ 2 و3. نطلع فوق نقول له السؤال الرابع صاد 2 بتساوي صاد 2 بتساوي 2 و3. طبعا معلش معذرة، صاد 2 عبارة عن صاد ضرب صاد. الصاد بكام؟ قلنا ب2 و3، وصاد تانية ب2 و3. يلا اعمل توزيع ديكارتي. تاخد المجموعة الأولى دي مع دي كلها، يبقى 2 و2 و2 و3. المجموعة التانية 3 و2 3 و3. أول 4 أسئلة دول احنا اتكلمنا فيهم كتير، وأسئلة كتير قوي. تعال بقى نشوف ثانيا. عاوز س ضرب صاد اتحاد صاد ضرب عين. يعني ايه دي؟ قال لي اتحاد بنكتب عناصر المجموعتين كلهم. طب ما انت حضرتك لسه مطلع س ضرب صاد اللي هي دي، صح؟ وصاد ضرب عين اللي هي دي. لما اجي اقول لك هات لي اتحاد، هتكتب العناصر دي والعناصر دي مع بعض في مجموعه واحده، بس المشترك يتكتب مره واحده. فاهم حاجه؟ طب استاذنك همسح ده خلاص، هشيل ده مش عايزينه عشان يبقى قدامك الحل، بس ما اطلعش فوق وانزل تحت وتبقى تايه مني. انا عاوز س ضرب صاد
اتحاد صاد ضرب عين. س ضرب صاد اهي جنبك اهي بكام؟ قال لي بواحد واتنين، واحد وتلاتة. وكده انا خدت دي. صاد ضرب عين اهي اتنين واتنين، اتنين وخمسة، اتنين وستة، تلاتة واتنين، تلاتة وخمسة، تلاتة وستة، واقفل على كده. يبقى الحتة بتاعت ثانيا دي خد بالك منها. عاوز س ضرب صاد اتحاد صاد ضرب عين، يعني اكتب لي عناصر س ضرب صاد كلها وعناصر صاد ضرب عين كلها زي ما انت شايف كده، وحطها لي في مجموعة واحدة. بس وانت بتحل طبعا احنا هنا عشان ما كانش في حاجة مشتركة او متشابهة ما خدناش بالنا ان في تشابه، او معنى صح لو في تشابه بيتكتب المتشابه ايه؟ مرة واحدة بس. ثالثا لسه واخدين زيها. ثالثا عاوز س ضرب صاد تقاطع عين. س ضرب صاد تقاطع عين، اجيبها ازاي دي؟ تعالى معايا هنمسح دي. طب خلاص بقى المفروض كاتب الحاجات دي. وقف الفيديو انقل وارجع تاني. عاوز س ضرب صاد تقاطع عين. ماشي، السين بكام؟ انزل لي تحت اطلع فوق. س بكام؟ قال لي السين بواحد. ضرب صاد تقاطع عين. هي الصاد والعين بيتقاطعوا مع بعض فين؟ قال لي في مجموعة الاتنين. وزع دي كارتي. قال لي يبقى واحد واتنين. خلصت. يبقى ديت بتاعت ثالثة. رابعا خد بالك بقى من رابعا عشان فيها فكرة. بيقول لك س ضرب صاد تقاطع س ضرب عين. طيب هنشيل دي. انا عاوز س ضرب صاد تقاطع س ضرب عين. هي س ضرب صاد لسه مطلعينها بكام؟ بواحد واتنين. دي تقاطع. واحد واتنين، واحد وتلاتة. تقاطع س ضرب عين كانت موجودة هنا ومسحناها، نكتبها سريعا كده. س ضرب عين واحد واتنين، واحد وخمسة، واحد وستة. ديت س ضرب عين. أنا عايز التقاطع. إيه اللي موجود هنا وهنا؟ قال لي مفيش غير مجموعة الواحد والاتنين. يبقى الإجابة بتاعتنا واحد واتنين في قوس مجموعة وزوج مرتب. أنا عايز التقاطع يعني المشترك بين المجموعة دي والمجموعة دي. س ضرب صاد نزلتها، س ضرب عين نزلتها. العلامة ديت اسمها تقاطع، والتقاطع معناه المشترك. ايه المشترك بين المجموعة دي والمجموعة دي؟ مفيش غير مجموعة كام؟ واحد واتنين بس. طبعا سؤال 4 جامد جدا. في خامسا بيقول لي عين فرق صاد ضرب س اتحاد صاد. ماشي، عين فرق صاد يعني اللي موجود في عين، اللي موجود في عين مش موجود في صاد. ايه اللي موجود في عين مش في صاد؟ قال اللي موجود في عين مش في صاد هي 5 و6. ايوه 5 و6 موجوده هنا مش موجوده هنا. ضرب س اتحاد صاد. س اتحاد صاد عناصر المجموعتين واحد واثنين وثلاثة. وبعدين اعمل توزيع ديكارتي. يلا يا باشمهندس. 5 و1، 5 و2، 5 و3، 6 و1، 6 و2، 6 و3. خلصت على كده. سؤال خلص علينا فعلا بجد. كتاب مدرسة. طبعا في الامتحان مستبعدة جدا مثل بشكل فين، ولكن لو جابها ادينا معانا مثالين وفهمنا يعني ايه شكل فين وبيتحل ازاي. سؤال رقم 15 خد بالك هو موجود في الاسئلة، ولكن الكتاب مميز لنا لما يكون في سؤال عليه 3 نقط كده فوق بعض، ده اسمه سؤال مستويات عليا. يعني ايه مستويات عليا؟ يعني عايز واحد دماغه بتفكر كويس، تفكيره عالي شويه. بيقول لك اذا كان س فرق صاد ضرب الصاد بيساوي ده، ونون س في صاد ب6، عاوزك تجيب لي س وصاد. ماشي، بص معايا. لما اقول لك س فرق صاد ضرب الصاد بيساوي 1 و2 1 و3، انت كطالب تستنتج ايه؟ استاذ ما هو س فرق صاد
يعني اللي موجود في س مش موجود في ص، هو اللي موجود في الاول هنا، اللي هو مجموعة كام؟ اللي هو الرقم الاولاني اللي هو 1 ضرب الصاد فين يا استاذ؟ قال لي هو الرقم الثاني 2 و3. ما هو س فرق ص، انا بتكلم عن الحته اللي قدامي دلوقتي، س فرق صاد، يعني اللي موجود في س مش موجود في صاد، مضروب في الصاد اداني الزوج ده. ما انا عارف ان انا لما اجي افك مش بوزع ده على ده وده على ده اهو، 1 و2 اهي، 1 و3 اهي، يبقى انا وصلت ان س فرق صاد ب1 والصاد ب2 و3. يعني معنى ذلك ان الصاد بتاعتك فيها 2 و3 لحد دلوقتي. طب السين يبقى فيها كام؟ انا قلت 1 صح؟ بتاع الفرق اهو. طب انا لو جيت قلت س فيها عنصر 1 وصاد فيها عنصرين، لو قلت 1 في 2 اديني 2. هو بيقول لك ن س في صاد ب6، يعني معنى ذلك ان عدد عناصر س في عدد عناصر صاد لازم يديني 6. طب ما انا معايا صاد فيها عنصرين، يبقى لازم ان الس فيها كام عنصر؟ فيها 3 عناصر. طب اجيبهم منين؟ قال لي مش انت معاك 1 بتاع الفرق وفيها برضو ال2 وال3 بتوع الصاد. ما انا لما اجي اقول لك س فرق صاد، اللي موجود في س مش موجود في صاد، هو الواحد بس. طب انت ليه اخترت ال2 وال3؟ ما انا ما عنديش معلومات تانية غير ال2 وال3. يبقى كده الصاد ب2 و3 والسين 1 و2 و3. سؤال قوي محتاج تركيز. طيب مطلوب التاني بيقول لحضرتك عاوز س تقاطع صاد ضرب الصاد. هي س بتتقاطع مع صاد في كام؟ قال لي في 2 و3 ضرب الصاد بكام؟ برضه ب2 و3. اعمل توزيع ديكارتي، هقول 2 و2 2 و3 3 و2 3 و3 واقفل على كده قوس المجموع. لو خدت بالك بص، محافظة الشرقية بتجيب اسئلة قوية تحس ان هما بينتقموا من الطلبة. ليه يا عم الكلام ده؟ السؤال فكرته مستوياته عليا؟ ليه؟ عشان عايز واحد دماغه حاضرة. ازاي؟ انا بقول لك ان س فرق الصاد ضرب الصاد بيساوي 1 و2 1 و3. ما طبيعي اللي قبل حاصل الضرب الديكارتي ده اللي موجود هنا، لو س وهنا صاد يبقى العنصر الاول جاي من س والعنصر الثاني جاي من صاد. طب بقول لك س فرق صاد اللي هي 1 بناخد 1 مره ضرب الصاد اللي هو الرقم الثاني، يبقى الصاد ب2 و3 والسين ب1 بالنسبه للفرق. لما جيت لي المعلومه دي ان ن س ضرب صاد 6، يعني لازم عدد العناصر س 2، يبقى لازم عدد عناصر صاد يبقوا كام؟ يبقوا 3، عشان اقول 2 في 3 يديني ال6 بتاعت حاصل ضربهم. انا معايا 1 من الفرق وال2 وال3 هم عناصر صاد، لان طبعا بيبقى في عناصر مشتركه بين المجموعتين. سؤال 16 سؤال من الاسئله يعني مش عايز اقول بقى ملهاش لازمه، بس اهو موجود في الكتاب لازم نعرفه. بيقول على شبكه بيانيه متعامده للحاصل الديكارتي عين النقط دي. هنرسم شبكه بيانيه متعامده اللي انت كنت بتشتغل عليها السنه اللي فاتت. هنا الاعداد الموجبه، هنا الاعداد السالبه، خط الاعداد، هنا الموجب، هنا السالب. ماشي، يلا. اول نقطه 4 و5، 4 واطلع 5. تاني نقطه 6 وسالب 3، 6 وسالب 3. دي ألف ودي ب، هو مسميها لي ايه؟ ألف ب. ج سالب 2 و7، سالب 2 نكمل شويه معلش هنا، سالب 2 واطلع 7 ده ج. د سالب 1 و6 د. ه سالب 4 وسالب 5 ه. م 0 و6، 0 و6. كاف 9 و0. كده انا رسمت على الشبكه، ملوش اي لازمه. ثم اذكر الربع الذي تقع فيه او المحور. ماشي، طبعا ده ربع اول وده ربع تاني وده تالت وده رابع، يبقى كده الالف في ربع الاول والجيم والدال في ربع التاني والهي في التالت والب في الرابع. امال الميم انت شايفها فين؟ الميم
قال لي على محور الصادات. طب والكاف؟ قال لي على محور السينات. سؤال ملوش لازمه اصلا. اختر الاجابه، اكيد ده على اسئله الربع. طيب بص بقى معايا كشكولك. احنا عندنا الربع الاول ليه اشاره موجب موجب، ده الربع الاول. الربع الثاني ده سالب موجب. الربع الثالث ده سالب سالب. الربع الرابع ده موجب سالب. دول لازم يتحفظوا عشان تعرف تحل السؤال اللي زي ده. الربع الاول موجب موجب، الربع الثاني سالب موجب، الربع الثالث سالب سالب، الربع الرابع موجب سالب. تيجي نحل السؤال، بيقول لك اي من النقط التاليه تقع في الربع الثاني. هو الربع الثاني اشارته ايه؟ سالب موجب. يبقى انا عايز من الاختيارات دي حاجه سالب موجب. اهي الاجابه رقم ب. بسيطه لو حافظ ده. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي اذا كانت النقطه دي تقع على محور الصادات. طالما قال لك تقع على محور الصادات بدون تفكير يبقى السينات بصفر. طب مش الزوج ده اسمه س صاد؟ طب واخده السنه اللي فاتت اسمه كده س صاد، زوج مرتب س صاد. انا بقول تقع على محور مين؟ الصادات. اكتب في كشكولك لو النقطه تقع على محور الصادات، لو النقطه تقع على محور الصادات يبقى السين بكام؟ بصفر. طب والسين هنا مين؟ أ ناقص ب بيساوي صفر. طب عايز اختيارات. دي مش هتنفع، دي مش هتنفع، طب دي زائد ودي ناقص مش هتنفع، هي دي. طب ازاي دي يا مستر؟ قال لي خرج ده بعكس الاشاره يبقى أ بتساوي ب. مش دي سالب ب؟ لما اجي اخرجها تبقى أ بتساوي ب. 3 اذا كانت النقطه دي تقع على محور السينات. بص جت في كام محافظه وكتاب مدرسه. طالما تقع على محور السينات يبقى الصاد بصفر. ماشي، مش ده س وده صاد؟ الصاد هنا بكام؟ قال لي ب ناقص 7 بتساوي صفر. هطلع دي بره يبقى الب بتساوي 7. يبقى الاجابه رقم ج. اذا كانت النقطه دي تقع على محور الصادات. ماشي، مش دي اسمها س ودي اسمها صاد؟ طالما تقع على الصادات يبقى السين بصفر. طب مين عند السين؟ س، يعني س بصفر. طب هو عايز ايه؟ بيقول لي عاوز 5 س زائد 1. يبقى 5 في اشيل السين واحط مكانها صفر زائد 1. اضرب بالآلة يديك 1. يبقى الإجابة رقم ب. سؤال رقم 5 إذا كانت النقطة كاف وكاف تربيع ناقص 9 تقع أعلى محور السينات. سؤال مهم ومش أي حد يحله. قالوا بيا 2025. يعني ايه يا مستر محمود تقع أعلى محور السينات؟ مش دي الشبكة هندسة؟ ده محور السينات. لما أقول لك تقع أعلى محور السينات يبقى هي إما هنا يا إما هنا. طب ما ده ربع أول وده ربع تاني. صح الكلام كده؟ تمام. هي الربع الأول إشاراته إيه؟ إحنا قلنا موجب موجب، والربع التاني سالب موجب. حلو قوي. يبقى أنا عايز أخلي النقطة دي يا موجب موجب يا سالب موجب. ماشي، أعمل إيه؟ فكرة المسألة ديت نعوض بالاختيارات في السؤال. يعني ايه مش فاهم؟ يعني تحط مكان الكاف 1 وتشوف هتديك الازواج دي ولا لا. تعال نحط. لو حطيت هنا 1 اهو 1. طب لو حطيت مكان الكاف 1 كاف تربيع يعني 1 تربيع 1 ناقص 9 اداني سالب 8. يعني كده معاك 1 وسالب 8. طب ده موجب سالب، احنا عايزينها موجب موجب يا سالب موجب. قال لي ده ما ينفعش. طيب تعال ناخد 2. لو حطينا مكان الكاف 2 والكاف تربيع يعني 2 تربيع ب4. 4 ناقص 9 يعني 2 وسالب 5. يعني موجب سالب. انا عايزها يا موجب موجب يا سالب موجب. قال لي ما تنفعش. تعال خد ال3 كده. احط 3 مكان الكاف. 3 تربيع ب9. 9 ناقص 9 يعني كده 3 وصفر. برضو ما تنفعش، دي تقع على محور السينات. يبقى الإجابة تطلع إيه؟ د. تأكد لي يا مستر بعد إذنك. تعال نتأكد. حط مكان الكاف 4. يبقى أقول له 4 كاف تربيع 4 تربيع 16 ناقص 9 يبقى 4 و7. موجب موجب فعلا في الربع الأول. يبقى هي دي الإجابة بتاعتنا.
يبقى نختار ان الكاف بكام؟ ب4. السؤال اللي بعديه، إذا كان س زائد 1 والجذر التكعيبي ل 27 بتساوي، إيه ده جاب لي تساوي زوجين مرتبين، بس عايز الربع بقى هنا. تاخد المسقط الأول مع الأول، يبقى س زائد 1 مع السالب 1، وتاخد الصاد مع الجذر التكعيبي لل 27. هطلع دي بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي سالب 1 ناقص 1، مش ده موجب يخرج سالب، يبقى س بتساوي سالب 2. طب هنا صاد بتساوي، اجيب الجذر التكعيبي لل 27 يديني 3، يبقى النقطة اللي انت طلعتها هي عبارة عن سالب 2 و3. حلو قوي. هي الإشارة هنا ايه؟ سالب، وهنا ايه؟ موجب. طب سالب موجب ده ربع كام؟ قال لي ده صفات الربع التاني، سالب موجب. اشوف السابع. حلو قوي السابع، جميل. بيقول لي في السابع إذا كان ب أصغر من التلاتة في النقطة 5 وب ناقص 3. طب أنا لسه بقول لك إن الب أصغر من التلاتة، يعني حط 2 حط 1. تعال كده نحط هنا 2. تعال نعمل الزوج الجديد. أدي الخمسة، 2 ناقص 3 سالب 1. كده بقى الزوج الجديد 5 وسالب 1. إشارته إيه؟ ده موجب وده سالب. طب موجب سالب ربع كام؟ قال لي ربع رابع. طيب شوف السؤال اللي بعديه، بيقول لي إذا كانت س تنتمي للحاء السالبة، يعني السين دي سالبة، فإن النقطة دي تقع في أنهي ربع؟ ركزوا معايا في السؤال ده. النقطة اللي مديها لك أهي، اللي هو مديها لك. لما أقول لك س تنتمي للحاء السالب، يعني معنى ذلك إن قيم س كلها إيه؟ سالبة. طب لما أجي أحط مكان السين دي سالب، هيبقى سالب في سالب، واحط مكان السين دي سالب، يبقى جذر تربيعي العدد سالب. ماشي. هو سالب في سالب بموجب، والجذر التكعيبي العدد سالب بيديك سالب. جرب بالآلة كده، اعمل جذر سالب 8 تديك سالب 2. يبقى الإشارات الأخيرة موجب سالب، موجب سالب ربع رابع. أسئلة روعة. التاسع، إذا كان أ وب تقع في الربع الرابع. هو أنا لما أقول لك أ وب تقع في الرابع، الرابع ده إشارته إيه؟ الله يفتح عليكم، موجب سالب. طب لما أجي أقول لك أ ب، يعني أ في ب، أ في ب، ما هو ده موجب وده سالب، موجب في سالب بسالب. طب السالب علاقته إيه بالصفر؟ قال لي بيكون أصغر من الصفر، يبقى الإجابة رقم ج. السؤال اللي بعده، إذا كانت النقطة دي تقع في الربع الثالث، النقطة دي تقع في الثالث، يبقى أحط هنا سالب وهنا سالب طالما ثالث. فإن النقطة دي تقع في الربع الكام؟ تعالى معايا. هي مش دي س تكعيب؟ ماشي. هو سالب أس تكعيب ودي تربيع، وسالب أس تربيع، بيحصل إيه؟ قال لي التكعيب ده أس فردي بيطرد الإشارة فبيطلعها سالب، إنما الزوجي بياكل الإشارة بتتاكل فبيطلعها موجب، يبقى سالب موجب ده ربع تاني. خد بالك من الأسئلة دي. 11، إذا كانت النقطة 2 أ و3 ب تنتمي لس س شرطة. هو إيه س شرطة ده يا أستاذ؟ ده محور السينات. اصحى اصحي. طب لما أقول لك النقطة دي تنتمي لمحور السينات، أستنتج إيه؟ أستنتج إن الصاد بصفر. تنتمي يعني تقع. ما تقع على محور السينات يبقى صاد بصفر، تقع على محور الصادات يبقى س بصفر. طب مش إحنا قلنا دي اسمها س ودي اسمها صاد؟ حلو. هي بتقع على محور إيه؟ السينات، يبقى الصاد. مين الصاد؟ 3 ب بتساوي صفر. هتقسم على 3 يمين وشمال، ده يروح مع ده، تطلع الب صفر على 3 فيها الصفر. طب اجيب أ ازاي؟ مش عايز أ. هو عايز ايه منك في المسألة؟ عاوز ب على أ. هي الب بكام؟ الب بصفر، ونزل الألف. هو صفر على الألف بكام؟ ما هو صفر على أي حاجة بصفر، يبقى الإجابة رقم أ. سؤال 12، إذا كان مقياس السين، أو بنقول عليه قيمة مطلقة، بس احنا عشان في الثانوي بنقول عليه مقياس فمتعودين على كلمة مقياس. قيمة مطلقة للسين بتساوي 3، المسقط الأول مع الأول. المسقط الثاني صاد تربيع مع 4. المقياس ده لما بنيجي نشيله
خدت في 6 ابتدائي الكلام ده. بحط الناحيه الثانيه موجب او سالب، ودي صاد تربيع، اخد الجذر التربيعي يبقى صاد بتساوي موجب او سالب 2. يبقى كده السين بموجب او سالب 3 والصاد بموجب او سالب 2. انت عايز ايه؟ انا بقول لك بقى النقطه س وصاد تقع في الربع الثاني. اخد مين هنا ومين هنا؟ صلى على النبي. مش انا قلت لك تقع في الثاني؟ ايه اشارات الربع الثاني؟ سالب موجب. بفتح عليكم. يبقى انا عايز السين بالسالب، يبقى اخد من هنا سالب 3. وعايز الصاد الموجبه، يبقى اخد الموجب بتاع اللي هو 2. يبقى السين بسالب 3 والصاد ب2. انا عايز س زائد صاد، يبقى سالب 3 زائد 2 يطلع سالب 1. بالاجابه رقم ج. اسئله مالهاش علاقه بالمذاكره، دي عايزه واحد دماغه صاحيه. ليه؟ عشان ما تدخلش خطوط في بعضها. سؤال رقم 13. اذا كان الف اصغر من 2. لما اقول لك الف اصغر من 2 عوض برقم اقل من الاثنين، 1 مثلا. طب تعالى معايا، الزوج اللي مدولك اسمه ايه؟ قيمه مطلقه الالف زائد 1 والف ناقص 2. تعالى احنا قلنا هنعوض مكان الالف بكام؟ ب1. ماشي، يبقى اقول له هنا مقياس 1 زائد 1 و1 ناقص 2. طب ما هو مقياس 1 ب1، 1 زائد 1 1 ناقص 2 بسالب 1. 1 زائد 1 2 سالب 1. النقطة اللي طلعت دي إشاراتها إيه؟ موجب وسالب. موجب سالب يعني ربع رابع. سؤال 14. إذا كان ألف أصغر من الصفر، بيقول لحضرتك في السؤال ده ألف أصغر من الصفر وب أكبر من الصفر، مين في دول في الاختيارات يقع في الربع الثاني؟ ركز معايا. ألف أصغر من الصفر معناها إن الألف هنا عدد سالب. ب أكبر من الصفر يعني ب عدد موجب. طب أنا عايز بقى الإشارات دي لما أحطها في الأزواج مين يديني ربع تاني؟ هو الربع التاني إشاراته إيه؟ سالب موجب. طب لو أنا بصيت على الإجابة رقم ألف بيقول لك الزوج ألف وب يقع في الربع التاني. تعالى معايا، هي الألف إشارتها إيه؟ سالب، والب إشارتها إيه؟ موجب. طب ما سالب موجب ده ربع تاني، يبقى اختار الإجابة رقم ألف. يبقى هو مش عايزك تختار له الربع التاني لو سالب موجب، لأن لو خدنا الإجابة رقم ب سالب ألف، بص بقى كده معايا، سالب ألف وب. لو أنا خدت الإجابة دي تعالى كده، مش أنا بقول لك هنا الألف بسالب؟ طب ما هو سالب في سالب اتحولت لموجب، يبقى أنا بعدت عن الربع خالص، والب بموجب يعني موجب موجب كده بقيت ربع أول. إجابتي غلط. فأنا عايزك تاخد بالك من الحتة دي عشان معتمد على الفهم شوية. سؤال رقم 15 بيقول إذا كانت النقطة دي تقع في الربع الثالث. حلو، تقع في الربع الثالث يعني إشاراته سالب وسالب. أنا عايزك بقى تخلي لي النقطة دي سالب سالب. إزاي؟ حضرتك هتحط من الاختيارات دي رقم مكان السين، ولما نيجي نطرحه من الأربعة يديني سالب. تعال نجرب الاختيارات. لو خدنا الاتنين، 2 ناقص 4 اداني سالب 2. حلو. و2 ناقص 2 صفر، ما تنفعش. انا عايزها في الربع الثالث. تعالى هنا حط مكان السين 3. 3 ناقص 4 سالب 1. 2 ناقص 3 سالب 1. هي دي اللي هتنفع، سالب سالب. تعال نكمل. لو حطينا 4 ناقص 4 صفر. 2 ناقص 4 سالب 2، ما تكملش. طب لو حطينا 6 ناقص 4 2. 2 ناقص 6 سالب 4، برضو ما تنفعش عشان عايز ربع ثالث، فلازم الإشارتين يكونوا سوالب. سؤال 16 إذا كانت النقطة ك تربيع ناقص 4 وك تقع على الجزء السالب من محور مين؟ الصادات. السؤال ده فيه لغزين، تقع على الجزء السالب ومحور الصادات. تعال نسيب الجزء السالب دلوقتي. لما اقول لك تقع على محور الصادات قال لي يبقى السين بكام؟ بصفر. يعني اخد ك تربيع ناقص 4 اساويها بالصفر.
اطلع دي بعكس الاشاره، يبقى الكاف تربيع بتساوي 4. هناخد الجذر التربيعي، يبقى الكاف بموجب او سالب 2. احنا اتفقنا لما ناخد جذر تربيع بنحط موجب او سالب. طيب بقول لك تقع على الجزء السالب، يبقى اخد الاختيار السالب اللي هي الاجابه سالب 2. سؤال محتاج تركيز وفهم. خلصت المجموعه ديت، كانت مجموعه اختيارات على جزئيه الربع. طيب داخل دلوقتي على سؤال برضو من الاسئله فيها مجهود شويه، بيقول لي ايه؟ اذا كانت الالف بتساوي كذا والب والجيم فعين على شبكه تربيعيه النقط ديت. يبقى انا مضطر ارسم. ادي ده محور السينات، وادي ده الصادات، هنا الاعداد الموجبه، هنا الاعداد السالب، هنا الموجب، هنا السالب. طيب سالب 2 وصفر، فين سالب 2 اهي، وصفر مكاني. سالب 2 و3، سالب 2 واطلع 3، 2 و3 طبعا دي ألف ودي ب، الجيم 2 واطلع 3، دي كده الجيم. هوصل تمام. بيقول لك اوجد مساحة المثلث. لو خدت بالك ده مثلث قائم، بص ده عمودي على ده، يبقى مساحة المثلث أ ب ج بتساوي نصف طول القاعدة في الارتفاع. حلو قوي. النص هينزل في القاعدة فين وارتفاع فين؟ بص كده، ده كده ارتفاع ودي القاعدة. طب دول قد ايه؟ طلعنا قد ايه كده؟ ما هو من هنا لحد هنا بتقابل كام دي؟ 3. في الارتفاع من هنا لحد هنا. طب دول قد ايه؟ بص كده معايا، هنا 2 وهنا سالب 2، اعتبر ما فيش سالب عشان دي وحدات، يبقى 2 و2 يبقى 4، يبقى نص في 3 في 4 يديني 6 وحدة مربعة. يبقى خد بالك من الحتة دي، هو قال لي ارسم رحت راسم، قال لي اوجد المساحة لقيت مثلث قائم بس مقلوب. مستر عرفت منين ده قائم؟ ما لازم تاخد بالك ده كده اهو عمودي على ده والقايمة اهي، بيبقى باين المنظر بتاع القايمة بيكون باين معاك. نكمل سؤال من الأسئلة مستويات عليا، وخد بالك من السؤال ده عشان برضو من الأسئلة اللي محتاجة تركيز قوي، بس فكرته معروفة يعني. يقول لي إذا كان س جزئية من ص. الحتة دي حلوة قوي 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 قوي، لازم تبقى عارفها. لما أقول لك س جزئية من ص معناها إن السين كلها جوه ص. طيب أنا بقول لك هنا حاصل ضرب ديكارت س في ص. الحرف الأول هنا مين؟ س، يبقى كل اللي في الأول س. الحرف التاني صاد، يبقى كل التاني صاد. طيب تعالى كده بقى طلع لي س. هقول لك السين كل المكتوب عليه س. ألف، طبعا ألف 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 هناخد ألف. 2 2 2 هناخد 2. تعالى طلع لي الصاد. الصاد 1 أهي، و2 و3، 1 متكرر 2 متكرر 3 كده خلاص. طب انا بقول لك س جزئيه من ص، يعني المفروض السين دي كلها موجوده في ص. بيسالني بقى تبقى الالف بكام؟ طبيعي الاتنين موجوده. مين اللي مش موجود؟ الواحد والتلاته. قال لي الالف ب1 او 3، لان قيم س كلها المفروض هتبقى عند ص، لان بقول لك س جزئيه من ص. خدت بالك معايا؟ نشوف السؤال اللي بعديه، برضو سؤال 23، ده آخر حاجة معايا. س جزئية من ص معناها إن السين كلها موجودة في ص، ونون س ضرب ص ب6، يعني عدد عناصر س فعدد عناصر ص يديني 6. 4 تنتمي لس. تعالى كده نكتب بقى السين ونركز. 4 تنتمي للسين، أدي ال4. 1 و7 تنتمي لس ضرب ص، هخلي الصاد قدام كده. 1 و7، طبعا 1 ده بتاع س، يعني هنا في 1، وال7 بتاعت الصاد. طب يا مستر انا بقول لك عدد عناصر س في عدد عناصر صاد 6، يعني لو س فيها عنصرين يبقى صاد فيها كام عنصر؟ 3. طب انا هقفل على الس كده خلاص،
وانا بقول لك س جزئيه من ص معناها ان عناصر س كلها موجوده في عناصر ص. طب انا معايا الصاد 7 يتبقى مين ومين؟ يتبقى 4 ويتبقى 1. فعلا لو جينا ركزنا هنا في كام عنصر؟ 2 وهنا في كام عنصر؟ 3. طب ما هو 2 في 3 يديني كام؟ 6 اللي هي قيمه ايه؟ حاصل ضربهم. هو كان عايز مني ايه؟ عايز السين جبناها، عايز الصاد جبناها، عايز بعد كده س ضرب ص. اقول له س ضرب ص، س ضرب ص. السين قلنا بأربعة وواحد ضرب الصاد 7 و4 و1. وزع حاصل ضرب ديكارتي. ودي كانت آخر حاجة معايا في مسائل حاصل ضرب ديكارتي كتاب المعاصر وأسئلة المتفوقين. بإذن الله رب العالمين كده الدرس الأول كامل متكامل، حليناه كاملا، حلينا مستويات عليا، حلينا الاختياري، حلينا المقالي. يعني كده حضرتك أي سؤال عن الدرس الأول كده بفضل الله المعلومات كلها مع حضرتك. وان شاء الله رب العالمين عندك امتحان في السنتر بتاعك، كل سنتر هيمتحن قبل الحصه بتاعته. الامتحان بتاعك فيه اسئله كتير هتبقى جايه من الواجب عشان اعرف ان انت قعدت سمعت الفيديو للاخر ولا لا. ان شاء الله رب العالمين تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق باذن الله، والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات حل الواجب المنزلي كتاب المعاصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.